السلام عليكم وازيكم يا اخواتي. وراجع لكم النهارده بحكايه شادو. فاتمنى يا اخواتي دعم البلاك الجامد والاشتراك الروش، واهم حاجه هو صلاة سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وعايزين اصل العدد توصلوا الفيديو ل 2000 لايك، فجهز مشروبك يا صديقي ويلا بينا. ونبدأ حكايتنا في يوم عاصف في مكان مدمر مليء بالوحوش الميتة، وكأن حصل قتال مدمر في المكان. وبعدها بنلاقي كهنة ماسكة خنجر وبتكلم محارب تشين فينج: انت حقا غريب، وحتى مع تأثير السم القوي لسه عندك القوة لإزالة الأنقاض القديمة. ولكن هذه القطعة الملكية عين الحكم هاخدها الآن. وبنلاقي وقتها محارب فوق الكثير من الوحوش الميتة اللي قتلها، ولكنه على وشك الموت، وبيسألها بكل يأس: انت ليه عملت كده؟ ليه بتخونيني في وقتك هذا؟ انا اخوكي. ولكن بتقوله بكل سخرية: انت اخي تشين، انت مش اكثر من طفل متبني تبنته عائلتي. انت حتى لو تشاركني الدم وتجرؤ تسمي نفسك اخي. وبعدها بيظهر محارب تاني وبيكلمها وبيقولها ان دي مش طريقة للتحدث، وهو فادنا كثيرا، واللي بيكون اسمه سونج فاي. وبعدها بيقوله سونج: تشين، لازم اشكرك حقا، بدونك لم اكن لاحصل على هذه القطعة الاثرية القديمة، وتعبت جامد للحصول على الشفرة اللي بتسرق الروح عشان اقتلك. ها، عجبتك هدية الفراق؟ فبيقول لها تشين ان هو اللي رباها بعد وفاة والديهم ودعمها دائما، حتى بعد نزول اللعبة للواقع خاطر بحياته الكثير من المرات عشانها. انا حقا اخطأت في الحكم عليك يا اختي العزيزة. ولكنها بتقوله ان هو كان بيتدخل في حياتها دائما والسيطرة عليها، وفي السابق لما كنت بحاجة انا وسونج فاي لحمايتك كنت لسه مفيد لحد ما، ولكن دلوقتي بعد الحصول على القطعة الأثرية فانت بلا فائدة. وهنا بيهجم سونج على تشين وبيقول له: مع السلامة يا تشين. ولكن بيهاجمه تشين بكل قوته وبيقول له: حتى لو مت فهاخدك معي. ولكن بيقدر سونج في النهاية يقتله. وتعالوا نعرف ايه اللي حصل بالظبط. وكل ده بدأ في 2025، وقتها نزلت اللعبة للواقع. وطالما ان الشخص بينام فهيتم سحبه لعالم اللعبة قسرا، والعملة الوحيدة في اللعبة هي العمر الافتراضي، والموت بيأثر في عمر الشخص، والقضاء على الوحوش بيعطيه الحياة. بالإضافة إن يمكن للاعبين استعمال مهاراتهم في العالم الواقعي لدرجة يمكنهم تمزيق الدبابات بأيديهم العارية وتقطيع الطائرات بالسيف، وحتى مقاومة الانفجار النووي بأجسامهم. ومن هنا العالم اتغير وانتشرت الفوضى. وبيعرفنا تشين إن هو كافح مع أخته من أجل البقاء، وتحمل صعوبات عشانها وجعلها من أفضل 100 قوة عالمية. وبعد التغلب على المخاطر لا نهاية لها وبالكاد هرب من الموت مرات لا تحصى ولا تعد، قدر أخيرا يغزو الأنقاض القديمة وحصل على قطعة أثرية عين الحكم. ولكن لما تخيل إن تمن نجاحه هو خيانة عيلته الوحيدة، وفي النهاية كل اللي عمله هو اللي تاب عشانه كان لشخص تاني، ولكنه بيرفض تقبل هذا وبيتمنى لو كان عنده فرصة تانية ساعتها كان هيقتل فقط لنفسه ويشاء القدر إعطائه فرصة تانية. وهنا بيستيقظ وبيتفاجئ هو فين، وبعدها بيشوف التاريخ على التليفون وبيتفاجئ ان هو رجع ل 2025 قبل نزول اللعبة للواقع. وفي اليوم التاني بتخش عليه شياو يو وهي متعصبة عشان ما كانش بيرد على مكالمتها. بيفكر يتشين مع نفسه: كما توقعت اليوم اللي نزلت فيه اللعبة اتخانقت مع اختي خناقة كبيرة عشان سونج فاي، وقبل نزول اللعبة كانت شياو يو مهووسة بسونج فاي، بالاضافة انه كان مشهور جدا والجميع بيطارده، ولكنه في الواقع حقير بالكامل وخدع الكثير من الفتيات عشان المال وشهوته. وعشان يمنع شياوي من التعرض للخداع كان بيمنعها من التسكع معاه دائما، ولكنها في النهاية اتهمته بالسيطرة على حياتها. ووقتها بتكلمه بكل بجاحة: هو انت اصم؟ انا بكلمك، ولكن ده بسببك اخي سونج سقط من المركز الاول، واذا لم تعطيه المال للارتقاء وهنا بيرزعها تشين قلم محترم بيورم وشها، والبنت مصدومة ان هو ضربها. وبعدها بيقول لها بكل غضب: انا ما عنديش وقت لكلامك الفارغ، ولو رفعت صوتك تاني هكسر فمك. وده هو المال اللي تركه والدينا، وبغض النظر عن مدى المصاعب اللي واجهتها لم المس انت واحد منهم حتى، ودلوقتي هرجعهم لك اليوم. وعشان والدينا مش هنحدر لمستواكي، ولكن اسمعي من دلوقتي فصاعدا انا تشين فينج ما عنديش اخت زيك. وبيخش بعدها لغرفته، وبعدها بيفكر في حياته السابقة وضيع الكثير من الفرص عشان اخته، وحتى الكثير من الكنوز السرية اللي خاطر بحياته عشانها تخلى عنها عشان اخته. وهذه المرة هستخدم معرفتي للعبة للتقدم على الجميع. شياو يو، انت لوحدك الان وهندمك على كل شيء فعلتيه. وبعدها بينام وبينتقل لقاعة اختيار المهنة، وفي حياته السابقة اختار مهنة المحارب عشان يحمي أخته. ومع إن المحارب مش ضعيف ولكنه لم يعد مناسب الآن، ومن غير شياوي هقدر أصفيها منفردا أسرع بكتير. وبعدها بيفكر في المهنة اللي هيختارها، والتناقل وسرعة رد الفعل هما الأكثر أهمية، فبيختار المختال. وهنا بيقولوا إن نظام القطع الأثرية عن الحكم تم ربطها بنجاح،
وده بيفاجئ شين جدا، وبيظهر بعدها عيني عملاقة فوقه، وبيعرفوا إن النظام اللي لديها سمة فريدة وهي الحكم. ولما يخش اللعبة يكسب تلقائيا مهنة وموهبة من أعلى مستوى. بيتفاجئ تشين وبيفهم بعدها إن طالما القطعة الأساسية اتعرفت على سيدها فهي عديمة الفائدة مع شخص آخر حتى لو سرقت، ويمكن ده يفسر سبب ولادته من جديد. وهنا بتظهر أشياء بتخش في تشين، وبيعرفوا النظام إن هو كسب مهنة خفية وأصبح دلوقتي مختال الظل. وبيتفاجئ تشين من هذه القوة الكبيرة، بالإضافة إن فرصة تفعيل مهنة خفية ضئيلة جدا وعين الحكم تجعله مضمونا. وبيعرفوا النظام إن مهارات الحكم مع المهارات البدائية والأقدم في الكون، وقوتها بتفوق القواعد والنظام، ولكن لا يمكن تفعيلها مؤقتا لأنه لا يملك القوة الملكية، ولكن تأثيرها السلبي نشط. بيتفاجئ تشين من هذا، وفي حياته السابقة لما يتمكن أي لاعب من ترك عالم الملوك المهجور والوصول لعالم النظام إلا بعد 7 سنين من نزول اللعبة. ولكن حتى بعد سنوات لم يحصل أي أحد على قوة النظام، ولم يتوقع تشين إن هو يكسب السلطة البدائية بالفعل اللي بتفوق القواعد والنظام. وساعتها لو غادر العالم المهجور وذهب لعالم النظام لكسب القوى الملكية يمكنه تفعيل الحكم. وبعدها بيسأله النظام عن اسمه اللي هيكون في اللعبة، فبيسمي نفسه شادو، وبيخش العالم المهجور في المنطقة الآمنة. ووقتها بيلاقي الكثير من الناس اللي تم سحبهم للعبة، والمكان حرفيا بيعجب الفوضى. فبيقرر تشين ازاي ما يضيعش وقته هنا، وبيلاقي بعدها أشخاص بيرجعوا للحياة في المنطقة الآمنة بعد موته في المنطقة الخارجية، واللي بيكونوا مظلومين من الوحوش القوية اللي واجهوها في الخارج. وبيسألوا القادة ليزي هيعملوا ايه في الوضع ده. ووقتها بيفكر تشين وبيعرف ان لديها مهنة خفية، وبتلاحظوا ليزي ايضا، وبتكلموا بعدها ليزي وبتسأله لو كان عايز ينضم ليهم. وبتعرفوا ان الوحوش اللي في الخارج قوية جدا، ولكن بيقول لها مفيش داعي وبيغادر بعدها. وده بيخليها مستغربة وبتشوف معلوماته، وبعدها بتكلم فريقها عشان يتبعوه ومنها يعرفوا مهاراته والحصول على بعض المعلومات عن الوحوش، وربما يشوف ازاي هيموت. بالفعل بتمشي ورا بطانة وهي متخفية، وبتفكر مع نفسها في اللعبة والأماكن اللي فيها خطيرة جدا. والوحش الأول اللي هيواجهه خارج المنطقة الآمنة قضى على فريقها بالكامل، وده بيخليها تفكر ان هو مش لاعب عادي. وبعدها بينزل البطانة اللي عندها فبتختفي بسرعة وهي خايفة، وبعدها بيفعل بطانة مهارة الظل وبيختفي من قدامها. فبيذهبوا لعنده بسرعة وبيتفاجئوا ان هو اختفى تماما، فبيقرروا الذهاب للمنطقة الآمنة ويحسنوا قوتهم. ووقتها بيشاهدوا متشين من بعيد واللي بيكون من فعل اتقان الشبح اللي بيضاعف وقت التخفي. وبيكمل طريقه وبيذهب للغابة وبينتهي تأثير الاختفاء، وبيفتح بعدها نافذة النظام الخاصة بيه. وبيعرف ان عمره الافتراضي هو 75 سنة وسمته أكثر من 10. وبيعرفنا ان جميع اللاعبين بيبدأوا سمتهم الأساسية من 10 بالإضافة للمكافآت الإضافية حسب كل مهنة. وبعدها بيلاقي 5 نقاط حرة وبيحطها في الرشاقة. وبعدها بيظهر الوحش الزاحف بالمستوى الأول، بيفكر تشين في الزاحف وبيعرفنا ان هو بيمتص العمر الافتراضي. وهنا بيهجم على تشين ولكن بيتفادى الهجوم، وبعدها بيفعل الظل وبيختفي. وبيظهر بعدها خلفه بوجه ضربة قوية في رقبته، وبيعرفوا ان النظام الزاحف ميت بعد التعرض لضرر يفوق 100. وتشين متفاجئ ان هو قتله بضربة واحدة فقط، وبعدها بيشوف وصف المهارة اللي قتله بيها وبيعرف انها بتضاعف الضرر. وبعدها بيفتكر حياته السابقة لما كان محارب، ووقتها أقصى ضرر قدر يعمله هو 40. ووقتها أعطى العمر الافتراضي اللي كسبه لأخته. وهنا بيمتص المكافآت بكل غضب وهو بيفتكر هذه الذكريات، وكسب 3 أيام قبل التداول و45 سنة ونص لا يمكن تداولهم. وبعدها بيقول تشين للفريق اللي توفى على ايد الوحش خسر كل واحد منهم على الأقل 30 سنة، يعني المفروض ياخد أكتر من 100 سنة، ولكن لأن الزحف امتصهم حصل فقط على 54 سنة، وفي الوقت الحالي غير مفيدة. وهنا بيتفعل مهارة الحكم وحصل على موهبة النمو اللانهائي، ودي موهبة بدائية. ولما يقتل الوحش مرفدا فعنده فرصة لكسب نقاط التطور لرفع مستوى المهارات، وكسب 5 نقاط تطور. بيتفاجئ تشين وفي حياته السابقة لما يسمع أبدا عن تحسين أي مهارة، فبيجرب الأمر في مهارة الظل وبيرقيها من عادي لبرونزي، وبيرقي مهارة الطعن من مستوى منخفض لمستوى عادي. وتشين متفاجئ من ترقية المهارات، وبعدها بيسمع صوت بنت بتتكلم مع محارب وبتقوله ان هذا الفتى النحيف قتل وحش لوحده. مش قلتلك ان هذه اللعبة سهلة ومع قوتك يمكنك القضاء عليهم جميعا. فبيقول لها المحارب بكل فخر ان هو يحميها. وهنا بيلاحظ تشين وحش على الشجرة فبيفعل الظل وبيختفي، وهنا بيظهر عنكبوت ضخم وبيقتلهم في ثواني. وبعدها بيظهر تشين من خلفه وبيهجم عليه بالطعن من الخلف وبيصفي عين الزعيم، وده بيخلي الزعيم متعصب جدا وبيهاجمه بعشوائية. فبيتراجع تشين بسرعة، ووقتها الوحش بيهجم في كل مكان وبيعرف تشين ان هو غاضب، بالإضافة انه وحش ذكي وبيهاجم في كل مكان عشان يعرف مكانه.
والعناكب الصغيرة في حالة تأهب، والزعيم متعصب جدا، فبيجي متشين عليه بضربة حرجة وتخسره الكثير من صحته، وبيجي متشين بعدها في نقطة ضعفه، وبعدها بيختفي بسرعة، وبيفعل تخفي بعدها وبيستمر في الهجوم عليه، وبننتقل بعدها للمدينة. ووقتها بيعرف النظام الجماعي إن شادو ارتقى للمستوى التاني، والجماعة متفاجئ إن هو قاتل الوحوش منفردا، وفريق البنت ليزي مصدوم إن هو ارتقى للمستوى التاني بسرعة كبيرة. وحتى الاتنين اللي كانوا بيسخروا من بطلنا في الغابة مصدومين إن هو قتل العنكبوت الكبير اللي هاجمهم في الغابة في السابق. ووقتها عمنا تشين كان بياخد المكافآت، وبيعرفنا إن العناكب الصغار هربوا لما مات الزعيم، وكسب 46 سنة قابلة للتداول، وكتاب مهارة اليد الجشعة، وخنجر الأكال. بيستغرب تشين من المهارة وبيشوف وصفها، وبيعرف إن يمكنه استخدامها على الوحوش المقتولة، وهيعطيه 20% مكافآت نهب إضافية، وبيقول إن هذه المهارة قوية جدا وهتنفع قدام الزعماء الأقوياء، مع إن معدل التنشيط 20% فقط، بس لو ربطتها مع النمو اللانهائي. هو ده مش معناه إن يمكن تعزيز معدل الانخفاض وكمية النهب اللي ما لا نهاية. وبننتقل بعدها للعالم الواقعي، ووقتها بيذهب الطلاب للمدرسة، ووقتها زميلة يو بتحاول تقنعها إنها تعتذر لأخوها، وكفاية إننا تخطينا الامتحان امبارح عشان ندعم سيونج، وأكيد أخوكي متعصب جدا، ولكن بتقول لها بكل عجرفة إن هي مش غلطانة وهو المفروض اللي يعتذر. وبيذهبوا بعدها المدرسة وبيتفاجئوا من تجمع الكثير من الطلاب، فبتروح زميلة يولي هناك عشان تشوف فيه ايه، وبتتفاجئ ان في طالب على وشك الاختفاء تقريبا، وبتسأل الطالب عن اللي حصل له بالظبط. بيقول لها الطالب ان هو كان كويس من شوية، هو بس نام شوية وبعدها أصبح كده، ودي مش أول مرة تحصل، بل في كل أنحاء العالم بتحصل، والخبراء مش عارفين السبب أيضا. فبتقرر زميلة يو إنها تكلم والديها عشان ياخدوا حذرهم، وبتقول الشاوي إنها تكلم أخوها أيضا وتعرفه، ولكنها بترفض وبتقول لها بكل غل هيكون أفضل لو يموت. ووقتها عمنا تشين بقى بيطور يد الجشع للمستوى الذهبي، وده رفع فرصة النهب الإضافي من 20% لحد 70%، وبيكسب مكافآت إضافية ونقطتين تطور، ودلوقتي هو محتاج لنقطة كمان عشان يرقيها لمعدل النهب 100%. وبعدها بيجهز كل المعدات، لأن أكيد الحكومات العالمية عرفوا بالأمر ويسيطروا على الوضع، وعشان كده لازم يسرع تقدمه. ومع الوقت هيعرف الناس إن مهاراتهم ومعداتهم يقدروا يستعملوها في الواقع، وساعتها هتحل الفوضى. بس في شرطين عشان يستعملوهم في الخارج، لازم يوصل للمستوى العاشر أولا والكثير من السنين القابلة للتداول. فبيقرر البطل يدور على الرؤساء عشان يتطور بسرعة، وهنا بيسمع صوت معركة وبيلاقي قدامه فريق بيقتل الرئيس بالمستوى التاني، وهنا بيقول مع نفسه جه في الوقت المناسب. ولكنه بيتعرف على الفريق اللي بيقتل الوحش، وقائدهم هو اسمه وانج مينج، وظهرت عنه شائعات ان هو دخل اول مره اللعبه وكون فريق من اللاعبين من الفئه الخفيه. وهنا بيفعل وانج الدفاع المقدس وبيسد هجوم الوحش، وبعدها تهجم الساحره عليه بالهجمات الناريه، وبعدها بيهجم رامي السهام من بعيد، والكاهن بيقدم الدعم من الخلف، ولكن بيتحرك الوحش بسرعة كبيرة وبيتفادى كل الهجمات. وبعدها بيهجم على المدافع والفريق متفاجئ من قوة الرئيس الكبيرة، ولكن بيقول لهم القائد ان هم يستمروا في الهجوم والمعالج يعالجهم من الخلف. ووقتها شين كان بيشارك قتالهم، وبيفكر مع نفسه في قائد الفريق وانج مينج، وبالاخص تفاؤله في هزيمة الزعيم، ولكنه نسى ان هو في البرية، ولو استمرت المعركة هيجذب وحوش تانية لعنده. وهنا بيظهر وحوش من خلف وانج، فبيندفع المهاجم لعندهم وبيقاتلهم، ولكن ده ما اثرش في الوحش ودفاعه صلب جدا. وبعدها بيهجم عليهم بالوحل واللي بيقلل من سرعتهم وبيأيدهم، وبعدها بيهجم واحد منهم على الساحرة، وده بيخليها خايفة جدا وبتنادي على أي حد يساعدها، فبيذهب بطلنا اللي عندها وبيقتله في ثواني، وده بيفاجئ الجميع من هوية الشخص اللي قتله، وبيتمنى الجميع إن هو يكون بجانبهم. ووقتها تشين بيقتل وحش ورا التاني وبيقتلهم كلهم ما عدا الرئيس، وبيشوف بعدها المكافآت اللي كسبها، وبيكسب مهارة تلف السم فبيطورها للمستوى الفدي، ودلوقتي يمكنها إنشاء سهام من السم تسبب أضرار ساحقة. ووقتها الفريق لسه بيعافر مع الزعيم، فبيهجم الرئيس على وانج وبيخترق جسمه بقوة ساحقة وبيكون على وشك الموت، فبيعالجه الكاهن بسرعة، ولكن مش هيقدر ينقذه لو فضل الوضع على كده، وبيقول لهم وانج بالهروب من هنا بسرعة. وهنا بيتحرك تشين وبيرشق الخنجر في نص راس الزعيم، وبيعاني الزعيم من هجوم السم، وبيسقط وانج في الأرض، وبعدها بيموت الزعيم. وبيعرفوا النظام بعدها ان هو سبب اكثر من 90% من الضرر لذي الغنائم لبطلنا تشين، وبيرتقي للمستوى الثالث وبيكسب نقطتين مع تطور. ووقتها بيتفاجئ تشين من قوة مهارة التلف السام، ومع التخفي يمكنه رمي السهام من غير ما حد يشوفه. ووقتها اللاعب وانج متفاجئ من هذه القوة، وبعدها بيظهر قدامه الضوء النهب، وفجأة بيختفي الضوء واللي بيكون اخده هو بطلنا.
فبيقدم وجه احترامه لتشين وبيشكره على المساعدة، وبعدها بيسأله عن اسمه. بيرد عليه تشين وبينصحه بعدم التعمق أكثر. بالفعل بيسمع كلمته وبيغادر وانج مع الفريق، وبيعرف وانج إن هو لو احتاج لأي شيء يكلمه. وبيغادر بعدها تشين وبيفكر في وانج، وبيقول إن هو شخص جدير بالثقة، بالإضافة إن الحكومة تدعمه وبياخد الكثير من الموارد. وبيفكر بعدها في إنشاء قناة عشان يبيع العناصر اللي مش محتاجها. وبعدها بيفعل يد الجشع على الجثة وبيكسب نقطتين مع التطور، و55 يوم قبل التداول وسلاح برونزي. ودلوقتي معاه الكثير من المعدات وكتب المهارات، وهيرجع للمدينة بعد ما يملي الحقيبة عشان يبيعها هناك. وهذه المرة نموه أسرع 100 مرة من حياتي السابقة. سيونج فان، قريبا سيأتي عشانك. وقتها بنلاقي فريق بيقاتل وحوش المستوى التاني، وبيقولهم قائدهم ان في الكثير منهم اهربوا بسرعة. ولكن بيظهر قدامهم زعيم قوي جدا وبيهجم عليهم وبيقتلهم في ثواني. ونرجع بعدها للمدينة، ووقتها بيرجعوا للحياة من دائرة البعث. وبيتعصب واحد منهم لأن الوحوش بتظهر دائما في مجموعات، ولما بتقل صحتهم بيهربوا بسرعة. بيقولوا التاني بكل توتر ان هم محتاجين يوصلوا للمستوى الثالث عشان يغادروا اللعبة، بس مش عارفين ازاي يوصلوا لهذا المستوى لو استمروا على كده في الموت. فبيكلم التاني القائد وبيقولوا ان هم بحاجة للكثير من الافراد، وفريق مكون من 3 مش هيكفي. وبيفكروا يشكلوا فريق من 6 افراد او حتى 10 افراد، بس بيقولوا التاني ان ده بلا فايدة لان حتى فريق من 10 افراد لم يتمكنوا من فعل اي شيء وتم تدميرهم بالكامل، بالاضافة ان ده هيجذب الزعيم. ومن شوية فريق من 40 فرد ازعجوا سيد اللعنات وقتل أكثر من 30 منهم في ضربة واحدة فقط. بيقولوا التاني بس لو فضلنا على كده هنكون محاصرين هنا للأبد وأجسامنا في الخارج هتموت من الجوع. في الوقت ده بيظهر فريق ليزي في دائرة البعث واللي بتكون متعصبة لموتها المستمر. بيقول لها محارب إن هم ماتوا بالفعل 3 مرات وقال له عمرهم لأقل من 10 سنين، ولو استمروا على كده فهيموتوا تماما. فبتقوله ليزي سواء كان ده حقيقي أم لا عندنا لسه فرصة كمان. وبعدها بتشوف قائمة المستويات ومتفاجئة من سرعة تركية شادو، وبتفكر مع نفسها وبتقول إن أكيد عارف بعض الأسرار ومحتاجينه يساعدنا للوصول للمستوى الثالث والخروج من هذه اللعبة. وبتقول لفريق إن هم ينشروا خبر الحصول على الظل عشان يساعدهم للوصول للمستوى الثالث، ولما يرجعوا للواقع هتعطيها 10 مليون نقدا. وبعدها بتقول مع نفسها مفيش أي طريقة لتجاهل هذا المبلغ الهائل. في الوقت ده بيهجم تشين على وحش الفساد وبيعرفوا النظام ان هو كسب نقطة في التطور. وبعدها بيكلم نفسه وبيقول ان النقاط اللي جمعها كافية، وبيستعمل 5 نقاط عشان يطور يد الجشع للمستوى البلاتيني. ودلوقتي عنده فرصة للحصول على مكافآت إضافية بنسبة 160%، ومكافآت إضافية ب20% لترقية عنصر لمستوى واحد فقط. بيتفاجئ تشين من التأثير الإضافي وده تأثير قوي جدا بطريقة سخيفة وممكن يوصل النسبة ل100% أو حتى 200%. وهنا بيلاقي قدامه سيد اللعنات وده زعيم المستوى البرونزي، وبيلاحظ الأعمار اللي أخدها من اللاعبين اللي قتلهم في السابق وهيستخدمهم عشان يرقي نفسه لزعيم المستوى الفضي. وده معناه إن هو دمر الفريق المكون من 40 لاعب. وبيفكر تشين في قتال الزعيم ولكن بيلاقي إن مخزونه اتملى بالفعل، وحتى لو قتله مش هيقدر ياخد المكافآت أبدا. فبيحط علامة على موقعه في الخريطة عشان يرجع لعنده لاحقا. وفي العادة ترقية الزعيم بتاخد وقت، فبيقرر الذهاب لتصفية المخزون والعودة لاحقا. وفي المدينة بينتشر الخبر عن الشخص اللي بيقدم 10 مليون لشادو لو ساعدهم في ترقية مستواهم فقط. وده بيفاجئ البعض من الكمية الهائلة من المال، وبينزعج البعض لأن محكوم عليهم بالموت في اللعبة. أما الأغنياء فبيستعملوا ثروتهم في حل الأمر. وهنا بيظهر قدامهم شادو بيفعل وضع التاجر، وبيعرف النظام الجميع ان هو بيبيع المعدات والمهارات ولكن ده متاح ل10 دقايق فقط. بيتفاجئ الجميع من ظهور شادو المفاجئ وكمان لابس معدات في المستوى البرونزي وبيبيع قطعتين في نفس المستوى ايضا، ومش فاهمين ازاي قدر يجمعهم. وبيستغرب البعض ليه هو لابس قناع على وشه، فبيقول البعض ان اكيد مظهره في اللعبه منطبق للواقع ولهذا بيخفي مظهره. وهنا بتظهر بنت مقنعه وبتذهب لعند شادو وبتساله عن سر تعويذه الجليد. بيقول لها شادو 100 يوم قبل التداول، وبيعرفنا شادو بعدها انها الوردة الرمادية وهي في المركز ال11 في ترتيب المستويات. بتتفاجئ وقتها البنت من السعر وبتقول ان ده كتير جدا فقلل السعر شوية، بس بيقول لها شادو ان مهارة تعويذة الجليد بتحسن بصورة كبيرة من قوة الساحر و100 يوم هو سعر مناسب للطرفين. فابتدت عليه البنت انها تشتري المهارة بالمال، ولكن بيقول لها شادو لو كان معاك المال فاشتري العمر من الاخرين واشتري مني بعدها، ولو مفيش حد اشتراه فعنهم عشانك. فبتقوله البنت المقنعة استنى شوية، وبتكلم بعدها الفريق ها ايه رأيكم يا رفاق؟ فبيقول لها المحارب ان هم ارتقوا للمستوى التاني بسرعة بفضلها لذا ما عنديش اعتراض. وبيقول لها تاني ان تعويذة الجليد يمكنها المساعدة في ترقيتهم للمستوى التالت بسرعة. بتقول لهم بنتنا تمام اذا ابعتوا الاعمال المتداولة اللي معاكم وهدفع لكم المال لما نرجع للعالم الواقعي. وبعدها بتحول لشادو ل100 يوم، ووقتها بيفكر تشين مع نفسه
فريق كامل في المستوى التاني أكيد قتلوا على الأقل 30 أو 40 وحش، وأكيد عمرهم الافتراضي متداول أكثر من 100 يوم، وبعدها بيعرفوا من نظام إتمام البيع وبتغادر بعدها، وفجأة بتظهر المزعجة، أيوة مفيش حد اللي هي ليزي، وبتقول له أخيرا لقيتك يا شادو، سأعطيك فرصة ساعدني في رفع مستوى القوة للمستوى الثالث، ولما أرجع العالم الواقعي هدفعلك 10 مليون. بيتفاجئ الجميع ان الشائعات اللي سمعوا عنها كانت صح، والواد ده حصل على فرصة ذهبية. بيفكر شادو وبعرفنا ان اسمها جانج لي، وفي حياته الماضية كانت قائدة لنقابة إجرامية دمرت البلد، والتقارير قالت الناس استعملت المال لإغراء الناس عشان يبيعوا حياتهم، وبعدها خطفتهم عشان يشتغلوا عندها بالإجبار، واللي قوموا تم القضاء عليهم في الواقع. ووقتها بتقوله المزعجة ليزي: والدي هو رئيس شركة جانج للصناعات، ابحث عني لو كنتش مصدق ان يمكن الدافع. هو لكن بيقول لها شادو ارفض، فبتقوله ليزي: شادو انت يمكن تكون قوي في اللعبة، ولكن مفيش حد عارف اللعبة شغالة ازاي، خليك معايا ومش هتندم، هتعيش في حياة تانية خالص، سيارات فاخرة ومنازل ونسوان واي شيء انت عايزه. ولكن بيقولها شادو: لو كنت مش هتشتري امشي من قدامي، انت مزعجة. وبيعرفنا بعدها ان المال قريبا هيفقد فائدته، والعملة الوحيدة اللي هتكون في العالم هي العمر الافتراضي. وقتها بتقوله ليزي بكل عجرفة: انت بتهزر، انا بقدم لك فرصة وانت بترفضها، لو كان ده العالم الحقيقي كنت علمتك درس كويس. بيتعصب شادو وبيقول لها كلمتين وهضربك لحد الموت. بتترعب ليزي من كلامه وبتاخد دلقة في اسنانها وبتهرب، وبعدها بيكمل شادو البيع، وبعد فترة بياخد اخر شخص رداء البريق وبيقفل المحل على كده. وبعدها بيفكر في سيد اللعنات، جه الوقت للقتال. محدش عارف ان العمر الافتراضي المتداول يمكن اخراج المهارات للواقع، ومحدش عارف ان هذه اللعبة هتدمر العالم، ناشئة الفوضى في كل مكان، وكل الخلافات اللي الناس بيفتخروا بيها في العالم الحقيقي هيكونوا قريبا بلا فائدة، وفقط القوة الشخصية هي المهمة. وفي الجانب التاني بنلاقي فريق ليزي منهك جدا من الجري، ومتعصبة جدا لانه مرفضش عرضها فقط، بل وتجرأ يهددها، وده بيخليها تفكر تقتله لما ترجع للعالم الواقعي. وهنا بيظهر اللاعب فجأة وبيسلم عليها وبيقول لها اسمي ماو لي، تقدري تناديني بماو، انا حاليا في المستوى التاني وعارف بعض تريكات الارتقاء ويمكنني تقديم المساعدة، فهو 10 مليون لسه متوفرين. بتقوله ليزي: وما هي الاسرار اللي عندك؟ بيقول لها ماو: في العادة أنا مش بشارك ده مع أي حد، ولكن عشانك هعملك استثناء، ولو كنت عايزة ترتقي بسرعة فكل اللي عليكي هو وضع كل نقاط السمات الأولية في الرشاقة، وبالطريقة دي حركتك هتكون سريعة كفاية للتفوق على الوحوش. انت أكيد فاهمة قصدي. بتتفاجئ ليزي وبتقول مع نفسها: إذن هي دي الطريقة للارتقاء؟ اللعنة، أنا وضعت بالفعل كل نقاطي الأولية في القوة. فبتقوله ليزي: تمام، ساعدني في الارتقاء. وبتفكر بعدها: انسى الامر، على الاقل لقيت شخص يساعدني. وبتقوله بعدها: ولكنك مش قوي زي شادو، وعشان كده هعطيك 5 مليون فقط، ها موافق؟ وصلني للمستوى الثالث ولما ارجع هدفعلك المال. بيقول لها ماو: مفيش مشكله. ومع ان شادو قوي جدا ولكنه اكيد بيعاني من بعض المشاكل في دماغه عشان يرفض عرض ب10 مليون. في الجانب التاني بيذهب شادو لعند سيد اللعنات وبيراقبه وهو متخفي، وبيقول كما هو متوقع ترقى لزعيم المستوى الفضي، ولكنه مختبئ في الضباب الرمادي ولسه بيتطور، وهياخد وقت للترقية من المستوى الفضي للمستوى الذهبي حوالي 8 ساعات، ولكنه مش هستنى لحد ما يتطور. وهنا بيستعد وبيهجم على الرئيس بالتلف السام، وده بينقص من صحته وبيعاني جدا من السم. وقتها بيفكر شادو المستوى الفضي صحته اكثر من المستوى البرونزي ب3 مرات. في الوقت ده بيجمع الزعيم قوة كبيرة وبيهجم بشكل عشوائي في المكان، فبتراجع تشين بسرعة من عند الزعيم، وبيعرفنا ان معظم هجمات الزعيم هجمات واسعة النطاق واضرارها كبيرة جدا، وحتى شادو نفسه قدر بالكاد يهرب من هجماته، ولو تلقى اي هجوم منه فهينتهي امره. والزعيم مستمر في الهجمات السريعة وشادو مستمر في تجنب الهجمات، ومستني لحد ما الزعيم يتوقف عن الهجوم ويشن هجوم وبعدها يفعل تاني التخفي للخروج من نطاق هجماته. بالفعل بيهدي الرئيس من هجماته، فبيهجم شادو بالتلف السام، وده بينقص صحته بصورة كبيرة وبيستمر في إنقاذ صحته. فبيحاول الزعيم يهرب بسرعة من المكان، وده بيعرف شادو إن الرئيس صحته قلت جامد ولهذا بيهرب. كويس، أحسن من الصراع العقيم والاستسلام بدون مقاومة يجعل هزيمته سهلة. وهنا بيهجم على الزعيم وبينقض عليه بالطعنة الخلفية وبيقتله يا صديقي بهجوم واحد فقط. وبيعرفوا بعدها النظام ان هو قتل سيد اللعنات وارتقى للمستوى الخامس وكسب 5 نقاط للتطور و124 يوم متداول. وده بيفاجئ شادو حتى كسب 4 نقاط في التطور، وبيفعل بعدها اليد الجشعة على الزعيم الميت وبيكسب كمان 4 نقاط و124 يوم متداول. وبيعرفوا بعدها النظام ان تم ترقية التأثير الإضافي لليد الجشعة، وده بيرفع أحد الغنائم من المستوى الفضي للمستوى الذهبي. فبيقول بطلنا شادو هو متفاجئ جدا، وده معناه سقوط عنصر الذهبي كما هو متوقع من اليد الجشعة. لديه فرصة ب20% لترقية المكافآت بمستوى واحد فقط، وسقط من الزعيم تقريبا 8 عناصر.
والحقيبة اللي معايا يا صديقي فيها 10 أماكن فقط، يعني مش هيقدر يقتل زعيم تاني، وده بيخليه يتمنى لو كان أسقط حلقة تخزين أو شيء من هذا القبيل. وهنا بيتفاجئ من العنصر الذهبي اللي كسبه، اوعى يكون اللي في بالي. وتعالوا نكمل. في الجانب التاني بيرجع فريق وانج للمدينة، وبيشكر الفريق وانج عشان يرتقوا للمستوى الثالث والعودة بأمان للمدينة. فبيقول لهم وانج إن ده نتيجة عملهم الشق معا. ووقتها بنتنا الساحرة منزعجة عشان ما قدرتش تضيف شادو كصديق. فبيقول لها عمنا وانج يمكن لو كنت لبست العنصر اللي سقط حديثا فمين عارف يمكن كان وافق وقتها. وهنا النظام بيحدث الترتيب وبيظهر شادو في المركز الاول واللي بيكون لاعب في المستوى الخامس، وده بيصدم الجميع جدا. وازاي ارتقى من المستوى الثالث للمستوى الخامس مره واحده؟ معقول قتل زعيم قوي؟ بالاضافه انه كان هنا من 10 دقائق فقط. ازاي فعلها بهذه السرعه؟ وفريق وانج مصدوم جدا من هذا، وبيقول المحارب بكل صدمه لسه واصلين للمستوى الثالث والراجل ده وصل بالفعل للمستوى الخامس، ازاي افترض بينا ان نعيش كده؟ فبيقول لهم وانج انسوا ده في الوقت الحالي، وكل واحد فينا لازم يرجع ويعرف عائلته واصدقائه عن اللعبه، وده هيدخل العالم في فوضى على الاقل، ولازم نحذر المقربين منا ليكونوا مستعدين. وبيسجلوا بعدها الخروج، وبيصحى وانج في السكن وبيلاقي اصدقائه حواليه واللي بيكونوا خايفين عليه جدا. فبيسألوا واحد منهم لو كان بخير، وبيعرفوا ان هما كانوا خايفين عليه جدا لما تحول فجأة لشبه شفاف. بيتوتر وانجي بعد سماع كلامهم وبيقول لهم بسرعة اجمعوا الجماعة هنا، في شيء مهم لازم تعرفوه. وفي مركز الشرطة بيعرف وانجي رؤسائه وزمايله كل اللي حصل معاه في اللعبة، واللي بيكون شرطي في الأساس بيقول له رئيسه انت ذكرت سابقا انك كونت فريق المهن الخفية، وان فريقك تم تدميره بالكامل تقريبا، ولكن تم انقاذك في النهاية من شخص ما. بيقول له وانج ايوه، واسمه في اللعبة شادو، ولما انقذني كان في المستوى الثالث بالفعل، ولكن لما وصل للمستوى الثالث كان بالفعل في المستوى الخامس، ارتقى المستويين دفعة واحدة. بيقول له الشرطي ارتقى المستويين؟ لو كان في المستوى الخامس فده معناه ان هو اقوى لاعب في العالم، ازاي فعل ذلك؟ بيقول له وانج احتمال قضاء على الزعيم او شيء من هذا القبيل. بيقول له التاني من كلامك كان نزل بالفعل في المستوى الثالث من ساعة، فليه مرجعش للواقع اذا؟ هل لاني ما عندوش اي اقرار في العالم الواقعي ولا يحتاج لاخبارهم؟ بيقول له وانج لا اعلم، يمكن ما عندوش عائلة حقا. بتقول لهم الشرطية معقول الزلي بيكون رحال؟ أليس في العادة ايتام وبيكونوا اقوى بسرعة كبيرة؟ والجماعة مستغربين من كلامها وعاجزين على الرد، وعايزين يقولوا لها ايه الهبل ده، مفيش اي واقعية في كلامك خالص. فبتقول لهم الشرطية وهي محرجة هو انا مش محقة؟ بيقول لها رئيس القسم نيو قلت لك توقفي عن قراءة المنهى، ما تهزريش في هذه المواقف الخطيرة. والمعلومات اللي قدمها وانج عن اللعبة المهجورة هي نفس المعلومات المقدمة من كبار المسؤولين، وسمعت ان بعض كبار السن بيموت بعد فترة من نومهم، وبعد جمع البيانات ومقارنتها مع الموظفين اللي رجعوا للواقع فقد ماتوا بالفعل كثير من المرات في اللعبة، وده معناه ان اللي وصل عمرك للصفر في اللعبة فهتموت حقا في الواقع. بيقولوا الشرطي ان ده غير طبيعي وتجاوز فهمنا. بيقول له الرئيس ايوه، واحتمال يتعرض للغزو من بعض الكيانات العليا الغير معروفة. بيقول له الرئيس ان كبار المسؤولين اصدروا حالة الطوارئ، قم بتشكيل فرقة طليعة بناء على الموقع واستكشف اللعبة المهجورة وشارك المعلومات، ولازم نجهز جيش محترف كبير بسرعة. هذا الحدث الكبير هيأثر على العالم بأسره، وفي الوقت الحالي كل الدول تبذل قصارى جهدها لاستكشاف اللعبة المهجورة، ولو تأخرنا في هذا الجانب فده معناه فقدان السلطة في العالم، لذا يجب علينا الحصول على معلومات بأي ثمن. نيو هتكون القائدة للفرقة الأولى، وانج مينج هيكون نائب القائد، وهتختاروا زملائكم في الفريق بنفسكم. ومن كلام وانج يبدو ان شادو شخصية كويسة، لذا حاول تكوين صداقة معاه. والسبب اللي خلاني اختار نيو كقائدة هو ان شعرت ان شخصيتها مناسبة اكثر للتحقيق بشأن شادو، واتمنى انكم تعرفوا هوية شادو في اقرب وقت، وهيكون افضل لو تمكنا من تأسيس تعاون مع شادو كممثل لنا والحصول على كل المعلومات التي يمتلكها. وبالنسبة للباقي فالأهم الآن هو الحفاظ على استقرار المجتمع. فهمتم؟ لو فهمتم انصرفوا إذن. وبننتقل بعدها للمدرسة، وقتها البنات بيتكلموا عن شانج وي اللي دخل اللعبة، وعرفوا ان طالما الاشخاص موجودين في نفس المنطقة وبيناموا في نفس الفترة الزمنية هيظهروا في نفس القراءة الأساسية للعبة. بتقول لها التانية حقا، ولكن ده مش هينفع، انا مضطر للعودة للمنزل واخبار والدي ولم يلعبوا اي لعبة من قبل، واخشى اللي يعتدوا على اللعبة. في الوقت ده بتفكر شياو يو مع انها حصلت بعض الاحداث الكبيره، ولكن مفيش اي رد من تشين ولم يعتذر لي ابدا. مال هو مغرور لهذه الدرجه؟ مع انه في كل مره كان بيغضب مني كان بيلاقي طريقه يهديني بيها، ولكنه لم يفعل ذلك فقط بل ضربنا ايضا، حتى والدي لم يفعلوا ذلك ابدا، وكل ده عشان غبت عن الفصل الدراسي وذهبت لحفل الاخ سونج. اللعن عليك يا تشين، مش هسامحك ابدا حتى لو اعتذرت الاف المرات. بس كويس اني ذهبت وشفت الاخ سونج، والا بمجرد صدور هذه اللعبه المجهوله مش هيكون في اي فرص تانية. والبنت متأثرة جامد بالمغروس يونج فاي. صح،
الشخص بيدخل اللعبة وهو نايم، فده معناه ان الاخ سونج هيدخل ايضا، وطالما اني هدخل اللعبة احتمال الاقيه هناك. وتشانج يو وصل للمستوى الثالث بسرعة كبيرة، لذا هو اكيد خبير. سأذهب واسأله. بالفعل بتكلم تشانج وبتسأله لو كان عارف اي خطة. بيفكر تشانج مع ابتسامة. شياو يو نفسها بتراسلني عشان خطة، دي فرصة من السما لو تمكنت من الحصول على شياو يو. بيكلمها بعدها وبيقولها انت جيت لعند الشخص المناسب. في بداية اللعبة حط كل نقاطك في الرشاقة ولا مش هتكوني سريعة كفاية وتتعرضي لهجمات الوحوش. بتقوله شياو يو حتى لو فئتي ساحرة؟ بيقول لها ايوه، الرشاقة مفيدة للسحر ايضا، فهي بتساعد في تسريع القاء المهارات وده مهم جدا في البداية. بتقوله شياو يو طب لو فشلت في هزيمتهم حتى بعد اضافتها؟ بيقول لها ما تقلقيش، طالما في شخص في القرية وصل للمستوى الخامس يمكنه تفعيل دائرة النقل الآني في القرية. حاليا انضم الفريق عشوائي لترقية المستوى، ولما افعل النقل الآلي سآتي لعندك وأساعدك. وده بيفرحها وبتنام وهي مطمنة عشان في حد هيساعدها. وبتفكر وهي نايمة تشين فينج هوريك أعمل إيه. هدخل اللعبة الآن. يمكنك الاستمرار في التكبر، ولكن لما تخش اللعبة هتشوف إني في مستوى أعلى منك بكتير. ساعتها لن أساعدك أبدا في الارتقاء. في الجانب التاني تشي متفاجئ من العنصر الذهبي واللي هو الخاتم الملعون، وده بيرفع كل سمات ب8 نقاط وهو حاصله قدام عناصر الظلام، ورافع معدل هجمات الحرجة للضعف. بيفكر تشين جميع السمات ترتفع ب8 نقاط، يعني بتعادل 32 نقطة. الخاتم ده بيعادل الشخص في المستوى الثالث، بالإضافة لحصانه قدام العناصر الظلامية. ده هيكون مفيد جدا قدام الكثير من الوحوش، ورافع معدل هجمات الحرجة للضعف، دي حاجة عظمة. بيشوف بعدها المهارة اللي كسبها وهي ضربة الظلال الفورية، واللي يمكنها إخفاء في نطاق 15 متر وتوجيه 3 ضربات لجميع الأهداف اللي في نطاق كل 5 ثواني. بيتفاجئ تشين من هذه المهارة القوية، بالإضافة إنها واسعة النطاق ويمكنها نقله فوريا وتحويله لغير مرئي، فبيتعلمها فورا. وبيلاقي معها بعض النقاط التطور، فبيطور يد الجشع للمستوى الماسي لتحويل معدل الحصول من 160% ل 220%، وفرصة لترقية أحد العناصر ب 40%. بيقول تشين كما هو متوقع القضاء على الزعماء الآن هيلاقي قطعتين من الغنائم، والقضاء على وحش يعادل 3 منهم مع وقت سكون 12 ثانية، وبيستعمل بعدها باقي النقاط وبيركب ضربة الظلال الفورية للمستوى البلاتيني، وده رفع نطاق المهارة ل 21 متر مع توجيه 5 ضربات قوية لجميع الأهداف ل7 ثواني. وبيلاحظ تشين ان وقت سكون المهارة لما يتغير، وده صعب إلى حد ما، ولكن بالاعتماد على الظل الفوري هيكون مخفي لما لا نهاية، والباقي مش قيم. بس كتاب مهارات المحارب مع الدرجة الفردية زي المعركة يمكن بيعه بسعر كويس. وفجأة بيظهر الكثير من وحوش الأطراف قدامه، فبيجرب شادو المهارة الجديدة وبيهجم بالضربة الظلال الفورية وبيقتلهم كلهم في ثواني، وبيهني النظام بعدها وبيكافئه ب5 سنين غير متداولة. وبلاحظ ان الكفاءة ارتفعت في القضاء على الوحوش، ولو استعملت سهم السم فانا بحاجة لسهمين للقضاء على وحش واحد، وده هيأثر القتال ويقلل الحوادث. في الوقت الحالي لدي 618 يوم، ودول ايام قابلة للتداول، ولكن عشان اخلي مهاراتي ومعدتي حقيقية لازم يكون معايا 2.5 على الاقل، يعني محتاج 900 يوم كمان. اذا هرجع الاول وابيع كل العناصر في الحقيبة، يمكن اوصل لحد ادنى المطلوب من العمر، ومع وصولي للمستوى العاشر هتمكن من استخراج المهارات والمعدات الموجودة في اللعبة للواقع. وهنا بسمع حد بيكلم بنت وبيقول لها تهنئة يا أنسة، ودلوقتي ارتقيتي للمستوى الثالث ويجب أن تفي بوعدك الآن، صح؟ بتقوله ليزي ما تقلقش، انت مفكر ان صناعة جانجي مش هكون مع هذا الرقم التافه؟ سأذهب الواقع الآن وده هو رقمي، اتصل بيه لما ترجع. وصح، انا هاخد كل العمر المتداول اللي معاك وهعطيك 10,000 على كل يوم. بيقول لها ما هو مفيش مشكلة، مش قلتلك اني شادو احمق عشان فوت هذا العرض؟ تمام، نتكلم اكثر في الواقع. بيفكر بعدها ماو وماذا لو كانت اللعبة هتأثر على عمرك؟ يمكن رفع في اي وقت. فقط اللي بيحولوا مهارات اللعبة لأموال زي هم العباقرة، ووقتها بيعدي تشين من جنبهم ولا كأنهم موجودين، وبيرجع شادو للقرية وبيفعل النقل الفضائي، وبيهني نظام على تفعيل النقل الفضائي في قرية شيل، وده رفع من سمعته ويمكنه استعمالها مرة واحدة في اليوم مجانا، وفي المرة التانية هيتم استهلاك العمر المتداول لاستعمال الدائرة. في الوقت الحالي مفيش أي دائرة نقل اتفعلت في مدينة جانجا هاي، وبيعرفنا بعدها شادو ان دائرة النقل بتكون في المدينة الأساسية في اتجاهين، وهتكون بلا فايدة لو اتفعلت واحدة فقط، ولازم على المحاربين اللي في المدن الأخرى الوصول للمستوى الخامس وتفعيل التنقل. أفتكر في حياتي السابقة إن سونج فاي كان في مدينة اليراع، ويمكن تفعيل التنبيه عرفني فورا لو في حد في مدينة اليراع يفعل الدائرة، ولكن ده مش مهم. الهدف الرئيسي هو الارتقاء للمستوى العاشر والتوجه للعالم المهجور، وده هو المكان اللي هتبدأ فيه اللعبة حقا. بيفعل بعدها وضع التاجر ل10 ثواني فقط، بيتفاجئ الجميع من الظهور المفاجئ وبيتلموا حواليه، وبيتفاجئ البعض من العناصر اللي معاه، وبياخد محارب مهارة زرير المعركة وبيدفع 300 يوم. ووقتها بيستغرب شخص من المحارب اللي دفع 300 يوم عشان مهارة واحدة فقط، ولكن بيقوله التاني انت اعمى؟
مع هذا الكتاب هتزيد قوة المحارب بصورة كبيرة، والسعر اللي دافعه يمكن تعويضه في يومين. وبعد فترة بيبيع شادو كل العناصر، وبيقول إن هو باعهم في دقيقة واحدة فقط، ودلوقتي يمتلك 2174 يوم. ولكن ده مش كافي لو أراد إخراج مستواه وسماته ومعداته للعالم. ووقتها بيعاتب البعض لأنه انتهى بالفعل، وبتظهر بعدها ساحرة وبتعد على بطنها كنز لو كان عايز يشتريه، وهي حلقة الفضاء فيها 12 مكان في المخزون. بيتفاجئ شادو خاتم الفضاء ده عنصر تخزين خاص تكمن قيمته في حجمه الصغير وسعته الكبيرة، ومع انه يمكن يسقطه من اي وحش، ولكن معدل سقوطه منخفض جدا. حظها كويس جدا لتحصل عليه في هذا الوقت، وبيسأل عن ثمنه، وبيعرفنا في الماضي يمكن بيعه ب 3000 يوم. بتقول السحر انها مش عايزه ثمنه، وعايزه بس تضيفه كصديق ومساعدتهم في القضاء على زعيم واحد فقط. وبيوافق شادو على طلب الصداقه، وبيسأل اي نوع من الزعماء هيقاتله. بتقول ان هو رئيس في المستوى الذهبي. بيقول لها شادو واسمه. بتقول انها مش عارفه اسمه لانه كان بعيد، ولكنه كان في قارب في المستنقع وكان شكله مدمر. بيفكر شادو قارب مدمر معقول تكون سفينة الأشباح الذهبية، وده رئيس خاص نادر جدا ويمكنه الظهور في أي مستوى، ولكن ظهور رئيس زي ده نادر جدا، والمعدات الخاصة اللي بيسكتها مفيدة جدا. وفي كل مرة بتظهر فيها سفينة الأشباح الذهبية بتحصل معركة شرسة بين النقاط المختلفة عليه. وأكيد سفينة الأشباح الذهبية اللي بتظهر في المدينة في المستوى الخامس، والمستوى ده هو الأسهل في القضاء عليه، وإنها تقابل سفينة الأشباح الذهبية في القرية الأساسية والحصول على خاتم التخزين النادر، وكمان تكون من فريق وانج مينج. معقولة الشائعات عن سمكة كوي في حياتي السابقة صح؟ ودي صديقي سمكة الحظ. وبيسألها شادو ازاي لقيت هذا الزعيم الذهبي؟ بتقوله الساحرة بعد الانتهاء من تعاملي في العالم الواقعي أردت الذهاب بسرعة للعبة والارتقاء مع فريقي، ولكن مين عارف إن هم يرتقوا ببطء شديد، لذا ما كانش عندي شيء لفعله، وذهبت في نزهة وهناك شفت الرئيس الذهبي في الهاوية. بيفكر شادو في حياتي السابقة كان فيه إشاعة عن وانج، وكان لديه عضو في اللياقة البدنية لديه أسماك كوي، ولما اتمشى في البرية يمكننا مواجهة رؤساء نادرين وصناديق كنوز وقصور ومعابد. في البداية فكرت إن هو كلام فارغ عشان يخفي المعلومات، ولكن لما توقع إنها صح والساحرة متفاجئة من نظراته. سألوا الساحرة لو في حاجة، بيقول لا شادو لا شيء. في الوقت ده بنلاقي شخص بيراقبهم، وبعدها بيرجع لقائد الفريق اللي بيحكي انجازاته لاتباعه، وبيعرفوا ان شادو اخد بنت لخارج المدينه. بيقولوا للقائد بالطبع في النهايه مجرد فتى لم يقدر على مقاومه فتاه قريبه، يلا بينا يا اخوه. وشكلها نهايتهم قربت. ووقتها بيتكلم شادو مع الساحرة وبيقول لها إن يمكنه المساعدة في القضاء على الرئيس، ولو أسقط أي معدات أو مهارات هتكون من نصيبكم، والباقي هيكون ملكي. تمام؟ اتفقنا؟ بتقوله الساحرة ومزع عن القائد وانج والآخرين. بيقول لها إن فرقها فيه كل الفئات، وإذا لما يتم إسقاط أي نهب للقتلة كده هيساعد من غير مقابل. بتقوله إذا تمام، خلينا نعملها على طريقتك، بس عندي طلب، لو في أي عناصر مناسبة للقائد وانج والآخرين فاعمل لنا خصم. بيقول لها شادو مفيش مشكلة. بتقوله تمام، هنذهب لما يأتي القائد. هو احنا رايحين فين يا خبير دلوقتي؟ بيقول لها ذاهبين لقتال الرئيس الذهبي. بتتفاجئ الساحرة وبتقوله انت قاتل وانا ساحرة، وانت ممكنك التخفي والهرب، ولكن انا لا يمكنني صده لو هاجمني. فبيقول لها شادو ان هو كافي لوحده ويمكنك المشاهدة من مكان آمن. والبنت متفاجئة من كلامه وبتفكر مع نفسها شخص واحد يقاتل رئيس ذهبي، مع اني عارف ان هو قوي جدا ولكن ده سخيف جدا ايضا. وفجأة بيختفي شادو من جنبها. بتخاف البنت وبتندى على شادو، ووقتها بيلاقي فري بيراقب شادو والساحرة، وبيتفاجئ واحد منهم من اختفاء شادو، ولكن بيقولوا للقائد ان هو اكيد خدع البنت وتخلى عنها في البرية. فيلا بينا ناخدها ونلعب شوية. قلت لها خليك معايا وهتعيش حياة كويسة. شفت النساء قادمين بالفعل في طريقنا. بيظهر بعدها شادو بيقطع في واحد ورا التاني بالضربة الذلية الفورية، وبيعرفوا ان لازم يتم القضاء على 5 لاعبين وحصل على 12 يوم قابل للتداول. بيقول لهم شادو فقير جدا انه زيادة الاتنين من الوحوش الضعيفة. بيرجع بعدها لعند الساحرة وبتتفاجئ البنت من ظهوره المفاجئ، وبتقول له يا خبير انت رحت فين؟ بيقول ان في بعض الاشخاص كانوا بيتبعونا لذا رجعتهم للمدينة. بتقول له الساحرة بكل هبل ده انا فكرتك ذهبت للتبول، ومع التخفي يمكنك الذهاب للحمام في اي وقت وفي اي مكان من غير ما حد يشوفك صح؟ بيزعج منها شادو من كلامها وبيقول لها انجزي وكل طريق للزعيم. ووقتها بتخش شاويو اللعبة ومتفاجئ ان المكان واقعي جدا، وبتعرفنا انها من فئة الساحر فئة مخفية وهي تضحية بالحياة، واكيد هي قوية جدا وده كده يستحق الاخ سونج. بس يا ترى هو ازاي حاله دلوقتي؟ وهل يعرف سير نقاط البداية؟ اتساءل هو فين الوغد تشين فينج؟ هو دايما بيهتم بيها طول الوقت، ولكن في وقت زي ده لا يمكن الاعتماد عليه ابدا. ماشي دلوقتي هدية فيها مخفية، وتشانجي وعد ان هو يساعدني في الارتقاء. تشين فينج اهتم بنفسك لاني مش ههتم لامرك بعد الان. بتشوف بعدها قائمة الترتيب ومتفاجئ ان صاحب المركز الاول وصل للمستوى السادس واللي هو شادو، وبتقول في بالها ان مستوى تشانجي وي المستوى الثالث فقط،
ومع ذلك عنده الجرأة على التباهي بقوته. يبدو وكأن شادو هو الخبير هنا. لو بس شادو هو اللي ساعدني أكيد هرتقي أسرع من تشانج وي، ولكن إزاي هلاقي هذا الخبير؟ بس يا ترى صديقي هيكون رد فعلها إيه لما تعرف هوية شادو الحقيقية؟ ونرجع للحكاية. وقتها بتلاحظ فريق وانج فينج واللي بيكون بيحاول يتواصل مع الساحرة بتاعتهم، وهي نفسها اللي مع شادو، ولكن مش قادرين يوصلوها بأي طريقة. فبيقول لهم القائد ما عندناش وقت إضافي عشان نستنى، عندكم أي أفكار؟ فبيقولوا السياف اللي يمكننا قضاء على الوحوش من غير معالج. وبيكلموا التاني احنا مش زي شادو عشان نقتلهم منفردا، لازم نشوف معالج تاني. فبتخش عليهم شاو يو وبتسألهم لو كانوا محتاجين لمعالج، وبتعرفوا من لديها فئة مخفية وهي ضحية بالحياة. في الجانب الآخر بيوصل شادو لمكان الزعيم وبيتأكد إن الرئيس هو السفينة الذهبية. فبيكلم موي الساحرة وبيقول لها إنها تختفي في مكان لحد ما يقضي على الزعيم، وبيختفي بعدها وبيذهب لعنده. بيعرف النظام وقتها إن هو في المجال العنيف الخاص بالرئيس، ومعدل فقدان العمر في المجال أسرع 100 مرة من الخارج. بيفكر شادو وده معناه البقاء هنا ربع ساعة يقعد اليوم في الخارج، والنوع ده من المجال تأثيره مش كبير. بيعرفوا بعدها إن نظام مستوى الزعيم وقدامه أقل من ساعة لهزيمة الزعيم. بيعرفنا بعدها شادو إن الرؤساء النادرين عندهم حد زمني، ولكن كويس إن لسه قدامه أكتر من نص ساعة وده كافي للقضاء عليه تماما. وبيندفع شادو اللي عنده بسرعة وبيهجم عليه بالضربة الذلية وبيقطع فيه بسرعة كبيرة، وبيهجم بعدها الأجراس بسهم السم. بيعرفنا شادو بعدها إن عشان يأثر على الزعيم في بعض النقاط الصعبة، ولكن مفيش حد عارف نقاط ضعفه، وهي مش الهيكل العظمي ولا حتى سفينة أيضا، بل الأجراس. ولما تهاجم ضعفه الرئيس هيتحكم في المستنقع ويشن هجوم مدمر واسع النطاق والعمود المائي بسبب ضرر غير طبيعي. حتى المحاربين مع الدروع الفدية لا يمكنهم تحمل الضربة. كويس إن الفاز لا يمكنها التحرك برشاقة عالية، وإلا لم أكن لأتجنبها أبدا. وبعد انتهاء الزعيم من هجوم المنطقة هيخرج 12 شبح مائي، وكل وحش منهم يعتبر وحش في المستوى الفدي. بعدها يندفعوا عند الهدف ويهجموا بجنون، وكل 3 دقايق الرئيس هيخرج وحش. يعني لو ما كانش سريع كفاية للتخلص منهم هيستمروا في زيادة أكثر فأكثر لحد ما يجدوا على الفريق بالكامل. ولكني في حالة من الاختفاء من البداية لذا مش هيقدروا يكشفوني. كل اللي محتاجه هو إيجاد ثغرة وأدمرهم كلهم دفعة واحدة. وبيهجم عليهم بسرعة كبيرة وبيدمرهم بقوة ساحقة، والبنت مصدومة من قوة شادو الساحقة، بالإضافة إنه بيظهر وبيختفي من غير أي أثر. والزعيم فقد الكثير من قوته بالفعل. بيكلمها بعدها شادو وبيعرفها إن هو شوية وهيموت، وده بيفاجئها جدا، ولكن بيقول لها إن مفيش داعي لفعل أي شيء واستنى رجوعي فقط. بتقوله البنت طب ازاي يا خبير انت متفوق على الرئيس في القتال، وبعدين مش الصغيرة السوداء اسمه هو البركوك الاسود. فبيقول لها عمنا شادو فهمت ايتها الصغيرة السوداء. ووقتها بيظهر الفريق اللي قتله شادو في السابق، ولكن هذه المرة راجع ومعه كل جماعته. بيظهر بعدها واحد من تابعه وبيعرفوا ان البنت موجودة على المنحدر، وشادو بيقتل الزعيم منفردا. ووقتها شادو بيهجم على الزعيم وبيحاول يلاقي ثغرة، وبيعرفنا هجوم الزعيم القادم واللي بيكون اصعب في تفاديه. ولما يوصل الرئيس لنص قوته هيطلق موجة روحية ضخمة واسعة النطاق هتشيل حركته ل5 ثواني، ومستواه الحالي مش قادر يخليه يتفادى الموجة. بالفعل بيتعرض للهجوم وعاجز عن الحراك، وبعدها بيتعرض لهجوم ساحق وبيموت، وده بيخسره 326 سنة من حياته و1000 يوم من العمر المستعمل. وده بيفرح القائد وبيقول ان هو كان مغرور عشان يقتل الزعيم منفردا. بيقرروا بعدها الذهاب عشان يهزموا الرئيس وياخدوا المكافآت اللي اسقطها شادو، ولكنهم فجأة بيلاقوا نفسهم في مكان غريب. ايوه يا صديقي تم القضاء عليهم في ثواني. بيرجعوا تاني للمدينة واللي بيكونوا مصدومين من اللي حصل ومش فاهمين هو ليه الزعيم قوي جدا هكذا حتى بعد فقدان نص صحته. والحاجة السخيفة ان هم دخلوا التو وتم القضاء عليهم بالفعل بعمود مائي، وده بيعصب القائد من الخسائر اللي عانى منها. بيرجع بعدها شادو للمكان وبيتفاجئ بوجود الكثير من الكرات الضوئية في المكان. فبيسأل البنت لو كان حصل حاجة هنا، فبتعرف البنت عن الجماعة اللي ظهرت بعد موته وكل اللي حصل وقتها. فبيرد عليها شادو انهم بلغوا في تقدير قوتهم بالفعل، وبيعرفنا ان في حياته السابقة عانى الكثير في مواجهة هذا الرئيس، والمهارة اللي اطلقها الرئيس بيطلقها مرة واحدة فقط، ودلوقتي من السهل القضاء عليه تماما. ولما بيتعرض لضرر اقل من نص حياته احتمال كبير ان هو يختفي ويهرب بعيد. واللاعبين العاديين هيجدوا صعوبة في القضاء على الزعيم، ولكني مش عادي. وهنا بيهجم على الاجراس الشبحية، فبيتعصب الرئيس وبيهجم على شادو، ولكن بيختفي شادو وبيهجم عليه بضربة الذلية. في الوقت ده بيظهر القائد وجماعته من تاني وبيتفاجئوا من رجوع شادو وقتال الرئيس منفردا. فبيقرر قائدهم ان هو يستنى الفرصة ويقتلهم الاتنين. بتلاحظهم وقتها البنت وبتقرر انها توقفهم، فبتفعل مهارتها وبتسعك القائد، وده بيعصب القائد وبيطردها بكل غضب. فبتهرب البنت بسرعة، ووقتها بنلاقي فريم مستخبي في الظل ومستني الوقت المناسب للهجوم. في الوقت ده بيفكر شادو، ومع انه فقط في المستوى الخامس ولكن القضاء عليه لسه صعب كما هو متوقع من رئيس نادر.
والقتال أخد وقت أكتر من اللازم، وده جذب الكثير من اللاعبين. الجماعة فوق المنحدر وتقريبا هما اللي ماتوا، وفريق بجانب المستنقع مستنيين القضاء على الرئيس وبعدها يقتلوني وياخدوا الغنائم. وبعد فترة بيعرفوا النظام يتم القضاء على الرئيس الذهبي وارتقى للمستوى الثامن وكسب 7 نقاط تطور، بالإضافة إن سمعته بتزيد بمقدار 3، وده لأنه في المركز الأول في قائمة التصنيف، وبينتشر بعدها الخبر في كل المدن، وده بيصدم الجميع. إزاي هو قوي كده؟ كان لازم يكون الشخص اللي قضى على رئيس المستوى الذهبي في مدينة ناهان. بننتقل بعدها لمدينة شيل، وقتها اللاعب وانج مصدوم مع انه قضى على رئيس برونزي من شوية، ولكنه بالفعل قضى على رئيس ذهبي. ليه الفرق بينه وبيننا كبير جدا؟ والخيانة شياوي بتفكر في الأمر وإنها لازم تلاقيه عشان يساعدها عشان تشوف الأخ سونج فاي. ووقتها الفريق متفاجئ من المكافآت اللي أسقطها الرئيس، وبيلاحظوا إن شادو اختفى بعد القضاء على الرئيس، وده بيخليهم ياخدوا حذرهم. بيكلم بعدها قائدهم اللاعب وانج عشان يستعمل مهارته ويعرف مكانه. بيستعد اللاعب ويفعل مهارة قرن النسر. بيتفاجئ شادو من هذه المهارة، ولما يتوقع ان في لاعب تعلم هذه المهارة اللي يمكنها تعطيل الاختفاء بهذه السرعة، اللي عجبه انهم واثقين من القضاء عليه وانتزاع الغنائم. ولكن للأسف فئة القتل الخاصة بيه أعلى منه بمستوى. بيكلم اللاعب القائد وبيعرفوا ان شادو هرب من المكان، واكيد غادر لما شاف الكثير منه. فبيجري الفريق اللي عند الغنائم وبيحذر قائدهم جماعته انهم يكونوا مستعدين لاي قتال. وفجأة بيندفع شادو اللي عندهم وبيقطعهم في ثواني. واخيرا اصبح الوضع اكثر هدوءا. صح، هي فين الصغيرة السوداء؟ انسى الامر، هشوفها لاحقا. وبيطور يد الجشع للمستوى الملحمي، وده بيرفع الفرصة من 220% ل 300%، وارتقاء الغنائم بمستوى واحد فقط بنسبة 100%. بيفكر شادو فرصة 100%، وبيجمع بعدها كرات الضوء معا وبيضغطهم، وبعدها يفعل يد الجشع، وده بيضاعف كل المكافآت اللي أخدها. وبعدها يشوف الأجراس اللي كسبها، وبيعرف إن لما يفعلها مش هيفقد أي عمر افتراضي لو مات، ولما يقتل الوحوش هيزيد العمر الافتراضي ب20%، بالإضافة إن لما يهزوهم يكونوا مشل جميع الأعداء في نطاق 50 متر. بتكلموا بعدها البنت وبتعرفوا إنها عايزة مساعدته، فبيسألها شادو أنت فين؟ ووقتها بيحاصرها القائد وجماعته، فبترمي نفسها من فوق المنحدر وبتموت، وده بيفاجئ الجماعة من تصرفها الجريء. بيتكلم بعدها شادو وبتعرفوا ان مفيش داعي لانقاذها لانها ميتة بالفعل ورجعت للمدينة. فبيقول لها تمام، يستني هناك لو اعطيك الاشياء. بيتفاجئ بعدها من كمية الايام اللي كسبها واللي تخطت 3000 يوم، ونقاط التطور واللي هي 21. فبيقرر يطور يد الجشع، ولكن بيعرفوا النظام ان هو محتاج ل10 اضعاف النقاط عشان يطورها. بيتفاجئ شادو كما توقعت الامر مش بهذه البساطة، كل ما ارتفع المستوى النقاط المطلوبة زادت. فبيقرر يراقب كل مهاراته الهجومية، وده بيرفع قوته بصورة كبيرة وضرره للأضعاف. بيشوف بعضها العناصر اللي كسبها، وبالأخص بعد ترقية بعضها للمستوى الذهبي، وبيلاقي 3 قطع مفيدة لفئة القاتل، وهي الشفرة المزدوجة اللي بترفع القوة والرشاقة بصورة كبيرة، مع تأثير خاص مضاعفة الهجوم مع كل ضربة. ولكن التأثير مش مفيد جدا لشادو لأنه بيستعمل مهاراته دائما لرفع الضرر، ولكن الزيادة في القوة والرشاقة مفيدة نوعا ما، وده هيرفع من سرعة الهجوم وهيقلل من وقت سكون المهارات. والقطعة التانية هي درع الجلد المقاوم للنار، وده رفع دفاعه بصورة كبيرة، بالإضافة إن هو ممكن يخفي المعدات. والقطعة الأخيرة هي كتاب مهارة ظل الشبح، واللي يمكنها تحصينه قدام كل الأضرار. ووقتها بيقول شادو وأخيرا مهارة البقاء على قيد الحياة، ولكن يفتكر إنها ضعيفة للغاية، ولكن مع نظام التطور يمكن ترقيتها لما لا نهاية. وبيقرر بعدها العودة للمدينة وبيع العناصر، ولكن بيظهر في طريقه الجماعة اللي قتلها في السابق. بيترعب القائد وجماعته لما بيشوفوا شادو وبيهربوا بسرعة. بيندفع شادو اللي عندهم بيقطع فيهم بسرعة كبيرة ما عدا القائد. بيظهر بعدها شادو قدامه بيرشع سهم السم في نص راسه. بيعرفوا النظام بعدها ان هو اصبح قاتل لانه قتل الكثير من اللاعبين، ولما يموت هيفقد 75% من عمره. بيفكر شادو ايا كان لدي الاجراس ومش هفقد حياتي حتى لو مت. بيظهر بعدها في المدينة وبيتفاجئ الجميع من ظهوره، واكيد معاه الاجراس، بس هو ليه مش لابس اي معدات؟ اكيد استغل الاخرين للقضاء على الزعيم، لهذا الزعيم لم يسكت اي شيء. بيظهر بعدها الفريق اللي كان بيحاول يقتل شادو في السابق، وبيعتذر قائدهم من شادو وبيعطيه مهارة. بيتفاجئ شادو انها مهارة مشتركة وهتكون مفيدة بالنسبة له، فبياخد المهارة وبيغادر. بيتعصب وقتها اتباعه من اعطائه مهارة مع انه هو اللي قتلهم، ولكن بيقول لهم القائد وماذا تعرفون يا رفاق؟ اللاعب شادو بيرتقي بسرعة كبيرة واكيد عنده سر كبير، وطالما نلاقيه في الواقع ونخطفه ليس فقط هيعرفنا سره، وحتى هيكون عبدنا عشان يجمعنا العمر. لذا خلي على تبعت بنت وراه وتحاول تعرف منه اي معلومات، ومن اسلوبه وطريقة كلامه يبدو انه فقير جدا واكيد هيقع في فخنا.
بيقابل شادو بعدها البنت وبيعطيها العناصر، وده بيرفع قوتها بصورة كبيرة وبتشكره على ذلك، ولكن بيقولها ان هو بينفذ الاتفاق فقط، لذا اعطيني خاتم الفضاء. فبتقول له البنت انها بالصدفة لما كانت بتهرب في الغابة وفجأة ظهر قدامها كهف وتقريبا هو مدخل الخراب، فهل انت مهتم؟ بيفكر شادو. في الاول كانت السفينة الذهبية ودلوقتي مدخل الخراب. الصداقة معاه مفيدة جدا، وده هو الإخلاص المتبادل. يعني لو ما كنتش عطيتها له عنصرين من المستوى الذهبي احتمال ما كانتش عرفتني. وفي الخاتم وصل المخزون ل27 مكان. فبيقول لها تمام، ولما بياكل العناصر اللي معاه لوانج فينج هذهب لهناك والقي نظرة. بتقول له تمام، بس الفريق ذهبوا للتدريب مع الكاهن الجديد وهياخدوا وقت على ما يرجعوا. بعتلك موقع الكهف، وهناك كان في عمود حجري خلف الشجر، وهناك استخبيت، ولكني فجأة سمعت صراخ هناك وهربت مسرعة، وإلا ما كانوش وقتها حصروني. بيقول شدوا حسنا، سأذهب والقي نظرة. ولما وانج فينج رجع هبيع العناصر وبيختفي وبينطلق على هناك. ووقتها بيفكر شادو، أردت في الأصل العثور على مكان للارتقاء للمستوى العاشر، ولكن دلوقتي مفيش داعي. وفي 3 أنواع من الأطلال في المدينة الأساسية، وهي المقابر والأطلال الملعونة والمعابد، ومش مهم أي نوع من الأطلال. في كده الحاتين الوحوش اللي هناك كلها في المستوى البرونزي، ويمكن حتى الاقي بعض الوحوش الفضية. وبالنسبة لي المكان ده هو كنز من العمر الافتراضي ونقاط التطور. وبعد فترة بيوصل شادو للمكان وبيعرفنا ان القبور مجرد مكان مليء بالوحوش ومن الصعب القضاء عليها كلها، وفي بعض الأحيان يكون في زعيم ذهبي في النهاية. والأماكن الملعونة فيها الكثير من الوحوش الملعونة من الحكام القدامى وحكام الأشرار، واحتمال حتى كانوا بشرا في الماضي ولكن بعضهم فقد عقله والبعض الآخر اتحول لأشباح بعد الموت. وبالنسبة لوحوش معبد الإيمان فكلهم مؤمنين بالحكام القدامى والحكام الأشرار، بالإضافة للمكان هناك معقد جدا. بس لو قدر حد يعدي النوعين الأخرى فيكسب عنصر خاص أو كتاب مهارات. بيوصل وقتها للمكان وبيعرف موجودون ان ده معبد إيمان. بيشعر وقتها شادو وكأنه شاف المكان ده قبل كده. بيفكر في الأمر وبيعرف بعدها المكان ده لديه نفس الأساس زي عين الحكم. ووقتها في الخارج بيواجه مينج زعيم قوي وبيهجم بعدها على الزعيم بقوة مدمرة وبيتعرض لإصابة خطيرة وبيترمى لبعيد. بينادي وقتها الرامي على الشاويو عشان تعالجه بسرعة، ولكنها متجمدة في مكانها وخايفة جدا ومش عارفة ازاي حتى تعالجه. بيهجم وقتها عليهم الزعيم تاني، فبيقول لها سيف انها تستعمل مهاراتها بسرعة، ولكنها خايفة جدا وبتسقط في الأرض. وبيقتلهم الزعيم في النهاية وبيرجعوا للمدينة. بتنادي وقتها بنتنا البركوك عليهم، هاي يا قائد رجعتوا ليه بسرعة؟ الخبير شادو لسه مرجعش. بيزعق وقتها رامي في الشاو يو، انت لا عارفة تتفادي الهجمات ولا حتى تستعمل مهارات، انت ايه لازمتك اذن؟ بتخش بنتنا البركوك وبتدافع عن شاو يو، ولكن بيقول لها الرامي بتاعتي انا هبهدلها حتى الموت. بيكلم يساف بعدها بنتنا البرقوق وبيعرف ان هما ماتوا 3 مرات في اقل من ساعة، وده بيفاجئ الساحرة وعاجزة عن الرد. فبتقول لهم اذن دعوني اذهب معاكم. الخبير شادو اعطاني اشياء رائعه للتو، انا قويه جدا دلوقتي، انا متاكده انكم مش هتموتوا لو كنت معاكم. بيكلمهم بعدها مينج، حسنا وكفايه جدال، كلام البرقوق مش بطال، واحتمال لما نرجع نلاقي شادو. بتقول لهم وقتها الشاويو على تعبيرها الندم، اسفه على ذلك سأعمل بجد. ولكن في بالها يا صديقي انت نفسك حتى مش عارفه تقومي بالمهمه، ومع ذلك تجرؤوا على القاء اللوم عليا. لو ما كانش بس علاقتك بالخبير شادو ما كنتش هضيع وقتي معاكم ابدا. انا غاضبة جدا، انتوا اغبياء. بننتقل بعدها لعند شادو، بيذهب وقتها للداخل وبيلاقي اتباع الحكام هم راكعين. ودي يا صديقي هي وحوش المستوى الفضي. بيستعد وقتها شادو بيهجم بالضربة الذلية الفورية، ولكن ده بيخسرهم فقط جزء صغير جدا من صحتهم، مع انه كسر التخفي وتعلم من الخلف. ده المتوقع من الزعيم فضي في المستوى العاشر، مجموع صحتهم يتعدى السفينة الذهبية. بيتفاجئ بعدها انهم ركعوا تاني بس المرة دي في اتجاهه، ولكنه لسه في وضع التخفي، معاه شعره بقوة عين الحكم عشان كده لم يهاجموا. فبيسألهم شادو لو كانوا عارفين الطريق هنا، ولكنهم فقدوا عقولهم بالفعل وتحولوا لوحوش غبية لو تعرف إلى سرقة العمر من الآخرين، فأكيد يعني مش هيجاوب على السؤال. بيشعروا وقتها بقدوم أشخاص وبيندفعوا عندهم بجنون. بيتفاجئ وقتها الفريق من وجود زعيم من المستوى الفضي، بيهجم وقتها الزعيم عليهم وبيقتلهم في ثواني. بيشوف وقتها شادو القتال وبيتعرف على قائدة الفريق، وهي نفسها الساحرة اللي اشترت منهم مهارة في السابق واسمها الوردة الرمادية. لما توقع ان هم هيلاقوا المكان ده، ولكن مع قوتهم الحالية مش هيقدروا يتعمقوا في المكان. بيذهب بعدها لعند الغنائم وبيلاقي ان هم اسقطوا اكتر من 100 يوم متداول. بيدور بعدها في المكان ولكن مش بيلاقي اي حاجة، لا فخاخ ولا كنوز. معاه كل الموضوع مجرد وحشين في المستوى الفضي، انسى الامر. وبيقتلهم بسهم الذل وبيفعل بعدها يد الجشع وبيضاعف مكافاته بصورة كبيرة. بيتفاجئ وقتها شادو من تأثير يد الجشع. يد الجشع مع الفئة الأسطورية مجنونة حقا، 32 نقطة تطور و1500 يوم متداول و4 عناصر من الفئة الذهبية و10 عناصر من الفئة الفضية، لو كان في معدات للمختالين. وهي صديقة قلادة المؤمن اللي بترفع من الشركة بمقدار 15 وبالتالي من سكون المهارات ب20%.
مع تأثير فريدو يمكنه إخراج تابع من المستوى الفيديو للقتال بجانبه. بيتفاجئ شادو من قوة المهارة وبالأخص تقليد التهدئة، وده هيرفع الكفاءة كثيرا، ولأن المعدات اللي معاه في المستوى الثامن فاركينها حاليا وأبيعها لاحقا. بيظهر فجأة دائرة في الأرض وبيخرج بعدها عمود حجري بيكلم وقتها شادو نفسه كما توقعت. بعد القضاء على كل الوحوش اللي هنا اتفعلت الآلية، بيذهب بعدها شادو عندها وبيظهر بعدها دائرة أكبر وبيتحرك بعدها لأسفل وكأنه مصعد. وبعد فترة من النزول بتقف عن الحركة في مكان، وبيعرف شادو إنها المتاهة المخفية، وكان في احتمال المتاهة المخفية هتظهر في الأنقاض وظهر الكثير منها في حياته السابقة، وهناك بيكون في الكثير من الفخاخ في المتاهة. ولكن طالما إن في أشخاص بتصرفوا كوقود مدافع فمش هيكون في أي خطر في استكشافهم. الأمر بس بياخد وقت، ومع قوتي الحالية لو فعلت أي فخ فأنا ميت، ولكن كويس إن لدي القلادة. وهنا بيخرج تبع المستوى الفيديو بأمره بالذهاب للمقدمة، بيكلم وقتها شادو نفسه. استكشاف المكان هيكون سهل لو كان معاك خادم في المقدمة، ولكني مع ذلك لسه في خطر. لازم اطور مهارة التفادي السلبية للاحتياط أولا. بيطور بعدها مهارة الذل وضربة الذل الفورية للفئة الملحمية. ودلوقتي عشان اطورها للمستوى الأسطوري محتاج 10 أضعاف النقاط، بس لو كانت الفئة الأساسية للعنصر عالية فتكلفة تطويرها هتقل. يعني مثلا لو كانت المهارة من الفئة الملحمية في البداية فتطور للفئة الأسطورية هو التطور الأول، يعني في البداية هيكلف نقطة واحدة فقط، بس عشان يطور للفئة الأسطورية فهو محتاج ل10 أضعاف التكلفة العادية، يعني 1 في 10 أضعاف يعني هيكلف 10 نقاط فقط. وده معناها أيضا إن لو حصل على مهارة ملحمية هيقدر يطورها بسرعة للفئة الأسطورية أو حتى الخرافية، بس في كلا الحالتين يمكن تطوير المهارات للفئة الملحمية. بيطور بعدها شادو مهارة تحرك الذل من الفئة العادية لحد الفئة البلاتينية بكل النقاط الباقية، وده رفع من قوة التخفي وقوة هجوم كسر التخفي. بيذهب وقتها التابع ويدوس على فخ، بيظهر بعدها كرة صخرية ضخمة وبتفرمه، فبيقرر شادو إن هو يستنى انتهاء سكون المهارة عشان يخرج تابع تاني، وإلا ساعتها هيموت لو فكر يتهور ويخشها لوحده. بننتقل بعدها للطبقة العليا من المعبد. بيرجع وقتها الفريق اللي مات وبيشوف الفريس لو كان في أي وحش في المكان. بيعرف القيادة بعدها إن مفيش أي وحش في المكان، وده بيفاجئ الساحرة وبيخشوا بعدها وبتفعل الاستشعار، ولكنها بتلاقي إن مفيش أي إشارة لأي وحش. بس إزاي ده حصل؟ شادو بس هو اللي يمكنه القضاء عليهم صح؟ ولكن بيقولها الفارس حتى شادو اللي يمكنه القضاء على 2 بهذه السرعة. بتفكر وقتها الساحرة في الأمر. الجماعة أخبرنا لما نيجي هنا إننا نكون مستعدين للموت لو ظهرت أي وحوش. معقولة ده من فعل شادو؟ ما هذه القوة الغامضة؟ إنها مرعبة جدا. ووقتها عمنا شادو بيتقدم في المكان ويتابعوا في المقدمة بتعرض لفخ ورا التاني. بيعرفنا بعدها شادو إن عدد 3 ساعات من ساعة وصوله لهنا، وأكيد دي نهاية المتاهة، ومن تجربة المتاهة دي يمكنها القضاء على المئات بسهولة. بيخرج بعدها تابع تاني بوصول لمكان فيه بوابة ضخمة، بيحاول وقتها التابع يفتحها ولكنه عجز عن ذلك. بيذهب بعدها شادو عند البوابة وبيفكر ازاي يفتحها، ولكنها فجأة بتفتح لوحدها. بيلاقي في الداخل وقتها صندوق كنز مليء بالأشواك وجنبه شخصية غير لاعبة. بيحاول وقتها شادو يعرف مستوى الشخصية ولكنه بيعجز عن ذلك، وده بيخليه مستغرب من غموض الشخصية. بتردد بعدها الشخصية كلامه وبتختفي، والأشواك اللي محاوطة الصندوق بتختفي أيضا، وشادو متوتر من هذا الموقف وبيقرر ياخد حذره، وبيخلي التابع يذهب عشان يفتح الصندوق. بيذهب التابع فعلا وبيفتح الصندوق، وهنا بيتفاجئ شادو إنها مهارة ملحمية خاصة بالمختالين عطاء الرحمة، مع تأثير دائم دقة الإصابة في النقاط الحرجة ب100% مع مضاعفة الضرر. بيتفاجئ شادو مهارة سلبية بتضاعف الضرر، ولكن الأدهى من ده مهارة قطع العنق، ودي مهارة هجومية، وفي الهجمة التالية بتفعل تأثير قطع العنق وبتسبب أضرار مساواة للهجمة 100% في الثانية ومستمرة 3 ثواني، يعني 3 أضعاف الهجوم الأصلي، مع فترة سكون 60 ثانية. يعني لو كانت هجمته التالية بتسبب 300 ضرر فالتأثير التاني هيكون بنفس الضرر في كل ثانية، يعني إجمالي الضرر 1200، 3 أضعاف الهجوم الأصلي. مهارة زي الضربة الذلية الفورية بتنفذ أكتر من ضربة لإحداث نفس الضرر، ولكن قاتل العنق بينفذ ضربة واحدة فقط، وضيف على ده مهارة في المستوى الملحمي ومحتاج فقط 10 نقاط عشان يرقيها للمستوى الأسطوري. دي غنيمة لا تقدر بثمن، وكل ده بفضل الثغرة السوداء لما ارجع هبيع العناصر الباقية لفريقها. يلا بينا. بيرجع بعدها للمدينة وبيلاقي هناك تجمع كبير في انتظاره. بيحاول وقتها الجماعة يجندوا شادو حتى من المدن التانية، وده بيعرف شادو ان البوابات اتفعلت بالفعل. واخيرا يمكن يذهب لمدينة فاير فلاي واللي هي يعني مدينة اليراعة، ويذهب لسونج فاي. بيفعل بعدها الظل وبيختفي وبيذهب لعند الثغرة السوداء، بتاخده بعدها لعند الفريق، وهنا بيتفاجئ شادو موجود شياو يو معاهم. شياو يو هنا؟ ازاي هي معاهم؟ على كده الفريق ممكن يتدمر بسببها. لازم اكون حذر، العالم كله دلوقتي عارف بوجود شادو، لازم مكشفش عن هويتي. حاليا لسه مش قادر استعمل قوتي في العالم الحقيقي بعد، ومع كل هذه العيون اللي بتراقبني اي شيء يمكنه قتلي حتى لو كانت سكيت فواكه. بتفكر وقتها شاو يو اذا هو ده شادو. اشعر بقوته من هيبته بالمقارنة مع فريق مانج، هو مجرد نفايات قدامه. لو بس ساعدني مرة
سيجتمع بآخر سونج فاي خلال أيام فقط. في الوقت ده بيعد شادو على مينج عناصر ومهارات هترفع قوته بصورة كبيرة، وسعرهم كلهم 2200 يوم. بيقولوا مينج بس ده غالي جدا ومش مع المبلغ ده. بيقولوا شادو عادي عادي ادفع بعدين. بيقول له عمنا مينج والله انا مش عارف اقول لك ايه بس شكرا، ولو عوزت اي شيء في المستقبل عرفني بس. بيعطي بعدها الاخرين عناصر ومهارات، والشاوي مستنيه دورها بحماس، ولكن لم يعطيها اي شيء. بتذهب بعدها لعنده بتسأله لو كان معي عناصر ليها وبتحاول تضيفه كصديق، ولكن بينظر لها شادو بنظرة احتقار وبيتجاهلها وبيغادر. بتتفاجئ البنت من اختفائه، فبيقول لها مينج هو دايما كده اكيد مش معاه اي عناصر للساحر، لذا في المره القادمه. بيقول له ريمي لا هو تجاهلها عمدا. ونرجع لشادو، ووقتها بيفكر مع نفسه وبيعرفنا ان هو كان معاه عصا سحر الذهبيه وكتاب مهارات نادر، ولكن هو ايه اللي يخليني اعطيها هذه الكنوز؟ ومع تقدمي في اللعبه هيكون معانا الكثير من هذه العناصر وبيعها قطعي مضيعه للوقت. ولكن دعم مينج من الجهات العليا هي فرصتي لتصريفهم بسرعه، بس مش هيخلي الشاوي يتاثر على هذا التعاون. لازم الاقي سحر بديل لفريق مينج بسرعه. ايوه عليه ايجاد ليتل شوي فورا. ودي اصدقائي هي المديرة السابقة لنقابة قاتلي الحكام في حياته السابقة، وهي ساحرة خفية وتعرف بساحات الطائر الابيض، وعندها طائر بيرافقها وبيشفي الحلفاء وبيعطيهم الثبات. وكانت الساحرة الوحيدة اللي قدرت تدمر الزعيم في المستوى الملحمي منفردا. شياو يو ما سويش حاجة قدامها. وعلى ما افتكر هي ايضا في قرية فاير فلاي، نفس القرية اللي فيها سونج فاي، ولو لقيتها هناك هضمها فورا. بيفعل بعدها البوابة وينتقل لهناك. بيسمع وقتها اشخاص غاضبين. يلا نرجع بسرعة، الزعيم الفدي بنص صحته فقط، ولو سرقوا حد موتنا هيكون بلا فايدة. تبا هذا الحقير سونج فاي محاط بالكثير من المعجبات، مين هيقدر ينافسه على كده؟ بيسمع شادو الكلام وبيذهب لهناك بسرعة، وبيوصل لوادي العويل والوحوش اللي هنا معروفة بشياطين الجمر والمقايدين. وبيسمع بعدها اصوات قتال وبيذهب لهناك بسرعة وبيشاهد من بعيد. بيلاقي وقتها محاربين بيقتلوا الزعيم الفدي. بيلاحظ هناك الكثير من الساحات متجمعين معا، وفي مركزهم سونج فاي واللي بيكونوا بيحموه. ووقتها المحاربين متعصبين جدا من سونج فاي لانه في كل مرة كان بيقتلهم وبيسرق عمرهم. وبيهجم محارب بكل غضب، ولكن بتهجم الساحرة وبتدمر راسه. بيعرفنا وقتها شادو فئة سونج فاي واللي هي الساحر متحدي السماء، وفي حياته السابقة احتل على الكثير من المعجبات عشان يختاروا فئة الساحر، وبعدها بيسرق عناصرهم ومهاراتهم عشان يكون نفسه بسرعة. ولكن مع ذلك الفريق يمكن يتكون من السحرة فقط، لذا المعجبات لقوا حل لده. فبيقرر بعضهم يحطوا نقاطهم في الذكاء عشان يكونوا مدافع، واللي هي صديق عشان يضحوا بنفسهم عشانه. وبعضهم مركز على الرشاق اللي يكونوا ساحرات تشويش، وفي اللي حط نقاط في الصحة عشان يكون دروع بشرية. ده حتى في اللي حط كل نقاطه في القوة الجسدية عشان يهجموا بالعصا اللي المفروض هي للسحر أصلا. يا ابني ليه سونج فاي عملها صح. في البداية كان تقريبا فريق لا يقهر ومحدش يقدر يقف قدامه، ولكن مع الوقت كان معظمهم بينتهي أمره بالموت السريع. بيشعر وقتها سونج فاي بالحزن لما يشوف المات بيتعبوا قوي عشانه. لو مش كده وبس، ده كان بيتمنى الزعيم يموت بسرعة عشان الكل يرتاح والعالم يتملى بالحب والحياة. وحياة امك. وكأنك كده اصدقائي دخلت فيلم هندي. فبتقول له واحدة منهم احنا عمرنا ما تعبنا بوجودك يا اخ سونج فاي، ده انت اكتر واحد تعبت فينا، ليه ارتاح انت شوية. يلا يا بنات اتجدعنوا شوية، خلينا نقتل الزعيم ده قبل ما يأذي اخونا الحبيب. فطبعا البنات كلها بتهجم عليهم زي العبط بمجرد ان هم اتسحروا بجمال وشه وكلام المخادع. بيستجدي وقتها الزعيم وبيهجم بهجوم ناري على سونج فاي. بتلحق واحدة من البنات وبتبني نفسها على ضربته النارية وبتضحي نفسها عشان سونج فاي. بيحزن وقتها سونج فاي وبيكلمها انت ليه عملت كده؟ فبتقول له البنت وهي متأثرة جدا بكلامه انا تعهدت نفسي اني مش هخيب ظنك ابدا وهحميك طول حياتي. بتصرخ وقتها بنت على كل البنات الجميع اتجدعنوا شويه، لو وقتنا الزعيم ده فاخونا سونج فاي هيكون في المركز الاول في القائمه وهيعدي اخيرا الواد اللي اسمه شادو. بتستعد وقتها البنت للهجوم على الزعيم بهجوم ساحق، وبالفعل بتنزل صاعقة قوية على الزعيم وبتقتله أخيرا. بيفكر وقتها سونج فاي وأخيرا مات. ده أنا اللي في المستوى السابع واحتاجت مساعدة من البنات عشان أقتل الزعيم في المستوى الفضي فقط. إزاي فعلها شادو لوحده؟ إزاي قدر يقدر على الزعيم في المستوى الذهبي؟ أكيد عارف ثغرة في اللعبة ويستغلها عشان يقتل الزعيم ويرفع مستواه بسرعة. بس خلاص ما عادش في مشكلة، لو هزمنا الزعيم ده فهوصل للمستوى الثامن، وبما ان شادو وصل للمستوى التاسع وفضل واقف على كده فهستغل هذه الفرصة وهعديه أخيرا وهكون اللاعب الأول في لعبة الملوك المنسية. ولكن وفجأة بتظهر ايد من العدم وبتمسك وشه، واللي بيكون بطلنا شادو اللي بيفعل مهارات الإخفاء. بيفعل وقت ضربة زلال سريعة وبيفصل راسه عن جسمه، واخيرا تم القضاء على سونج فاي المخادع. بتتفاجئ وقتها البنات من اللي حصل لسونج فاي. بيندفع وقتها شادو عندهم وبيقتلهم بكل سهولة، وده صديقي بيكسبه الكثير من نقاط الخبرة. بيلاحظ وقتها الزعيم اللي في المستوى الفضي اللي كان سونج ناوي يقتله. بيهجم شادو على الزعيم وبيقتله بهجوم واحد فقط. بيتفاجئ وقتها باقي اللاعبين من قوة شادو. عارف يقتل الزعيم بضربة واحدة بس؟ مستحيل. لو كمان قتل سونج فاي والبنات اللي كانت معاه اكيد اللي يقدر يعمل كده هو شادو فقط. فبيقرر كل اللاعبين ان هم يسيبوا كل الغنائم بل وبيغادروا المنطقة بالكامل. بيعرف وقتها شادو ان هم عملوا كده عشان خايفين منه.
بيفكر بعدها في الأمر، لو كان شافوني بقوة حياتي السابقة كانوا أكيد استضعفوني وقتلوني في لحظتها. بيرجع وقتها سونج فاي لمكان البعث وبيخسر أيام وأعمار كتير من عمره بسبب موته على يد شادو. بيستغرب وقتها سونج فاي هو ليه شادو كان موجود بالأخص في بلدة اليراع من بين كل المدن، ده حتى في مليون مدينة بيخشها اللاعبين من مدينة جانجا هاي، اشمعنى اختارني أنا بالذات؟ اشمعنى جاي يسرق من الزعيم بتاعي؟ وحتى البلد مستغربين ليه شادو قتلهم، ولكن بتتوحد بنته بتعرفوا إن هي عايزة تنضم لفرقته. بتعرفوا بعدها انها رميت سهام وعندها مرات عين الصقر اللي بتكشف التخفي، ولكن بيرفضها البنات وبيمشوها عشان هي ضعيفه في القتال، ولكن بيكلمهم سونج فاي بس يا بنات عيب كده ما يصحش، في الاول في الاخر دي بنت زيكم. بيذهب لعندها وبيوافق انها تنضم للفريق وبيقول لها حتى لو كنت ضعيفه او قويه كل البنات لهم مكان في قلبي. بتبدا بعدها تظهر واحده ورا التانيه عشان تنضم لفرقته وبيقعدوا قوتهم على سونج فاي عشان ينضموا لفرقته. اللي عندها مهاره التجميد واللي عندها مهاره التخفي. بيقول لهم سونج فاي احنا عيله كلها حب وموده، واللي عايز ينضم انا مش همنعه، هدفي هو اننا نبقى متوحدين للابد. فطبعا البنات بيتصلوا من كلماته المليانه مشاعر وعواطف، بيقرروا بعدها بصوت واحد ان هم ينتقموا لسونج فاي ويقتلوا المختال الظل شادو. بيسمع وقتها جميع اللاعبين كلام البنات وبيتفاجئوا ان واحد زي سونج فاي اتقتل رغم البنات اللي كانوا بيحموه. لو بيتفاجئوا اكتر لما يعرفوا ان مختال الظل شادو هو اللي قتل سونج فاي. بيفكر وقتها سونج فاي مع ابتسامه خبيثه كويس قوي ان في شهود سمعوا اللي حصل، لما بقى قتل المختال شادو هيعرفوا كلهم قد ايه انا اقوى واعتى منه. ونرجع لشادو، بيكسب وقتها من قضاء على الزعيم 16 نقطة وأكتر من 200 يوم من العمر وغيره من الغنائم، فبيقرر يطور مهارة نعمة التحرر وبيطورها لمهارة نعمة الذبح في المستوى الأسطوري، ده غير كمان القتل المباشر ما عادش مقتصر على الراس. فبعد ما طور مهارته بقى نص جسم الأعداء متاح إن هو يقتلهم بضربة واحدة فقط، وساعتها يمكن القضاء على الزعيم ذهبي بهجوم واحد فقط، ولكنه بعدها بيلاحظ إن مع الوقت يحتاج الكثير من النقاط عشان يطور مهاراته. بيكمل بعدها وبيفكر في الأمر، باين كده إن مهارة الجيش الملحمية هتكون بحاجة لكثير من النقاط، ولكن ما عادش معاه 9 نقاط فقط، فبيقرر ان هو يستعمله عشان يطور تعزيز الهجوم الخلفي من المستوى الذهبي لحد المستوى البلاتيني. بيعرفنا بعدها ان هو جمع 1400 يوم بعد القضاء على الزعيم الاخير، لذا بيقرر يرجع للمدينه الاساسيه. ولكن فجاه بتظهر بنت من العدم وبتيجي مع شده بالخنجر، ولكن الخنجر بيعدي من جسمه وكانه شفاف، ده حتى البنت متفاجئه من هذه الحركه. بيتفاعل بعدها بسرعه مهاره الاختفاء عشان ما يقتلهاش. بتظهر وقتها فرقه سونج فاي من فوق المنحدر واللي بيكونوا بيحاولوا يحاصروا شادو عشان يقتلوه. بيساعدوا بعدها وبيهجموا على شادو. بيفعل شادو مهارة التخفي وبيختفي بسرعة، فبيفعل رامي مهارة تاني الصقر عشان يكشف مكانه، ولكنها بتعرف فقط مكان البنت اللي كانت بتحاول تقتل شادو، ومن غير تفكير بيهجم الجميع على البنت. البنت بتحاول توقفهم وبتعرفهم انها معاهم، ولكن للاسف لا حياة لمن تنادي. بيتفاجئ الجميع بعدها من غلطتهم وبسرعة بيفعلوا مهارة عين الصقر تاني، ولكن بيقودهم شادو بجرس الشبح الناري، وفعلا بيلاقي الجميع عاجزين على الحركة من مكانهم. فبعد ما بيخلص عليهم بيلمح شادو الواد سونج فاي مستخبي زي الجبان، واللي بيكون مرعوب وقتها من اللي شافه، ازاي قتلهم بسرعه كده، كان على الاقل حتى يظهر نفسه ويقتلهم. بيهمس له فجاه شادو جه وقت موتك يا سونج فاي. بيترعب سونج فاي ويفعل بسرعه مهاره الدرع السحري وبيحاول يحمي نفسه من شادو، ولكن بهجوم واحد فقط بيكسر له الدرع وبيرشق بعدها في نص راسه سهم السم. بيتفاجئ وقتها شادو من كمية العمر الكبير اللي كانت مع سونج فاي واللي كانت تقريبا 2000 يوم من العمر المتداول. بس هو ليه لما جه يقتل البنات مش بلاقي أي أعمار معاهم؟ ما ولا بعتوا أعمارهم لسونج فاي أول ما انضموا لفرقته؟ هم لسه مفكرين إنها مجرد لعبة؟ مع إن الجميع في العالم عرفوا إن العالم ده مش مجرد لعبة عادية. فعلا إعجابهم بسونج فاي حاجة بمنتهى الجنون، لازم يعملوا اعتبار لأعمارهم في العالم ده وإلا هينتهي أمرهم بالفعل. كنت استنفعت بيها أنا والوحوش اللي حوالين المكان ده. بنرجع بعدها لمكان الانبعاث. بيتعصب سونج فاي لما عرف ان ما عادش من 2000 يوم الا 500 يوم بس، وبيستغرب من البنت اللي معاه ازاي ما عرفتش مكان شادو. بتقول البنت انها فعلا فعلت المهاره، بس المهاره كشفت لها باقي البنات اللي في الفريق فقط، فبتقول لها التانيه مش يمكن ان مهاره اختفاء شادو اعلى من مهاره عين الصقر. فبتقول لها التانية صح فعلا، لو مهارة كشف الإخفاء أقل من مهارة الاختفاء فمهارة كشف الإخفاء مش هيكون لها أي لازمة. بيقول لها سونج فاي يعني كل اللي حصل ده كان زي قلته؟ بيفكر الواد سونج في الأمر وبيستغرب إن هو حتى ما أذاهوش ولا عمل له أي حاجة، ومع ذلك هو سرق منه الزعيم اللي كان على وشك يقتلوه. معقول إن هو هيرجع يقتلني تاني؟ ولا ممكن يكون عشان غيران من جمالي وعاوز يقتلني؟ فبيمرهم سونج فاي ان هم حاليا يروحوا لمكان تاني يتدربوا فيه عشان يعلوا مستوى قوتهم، فبيقولوا للجماعه بكل عزيمه ان هم هيفضلوا طول عمرهم يحموه ايا كانت الاخطار اللي هيقابلوها. وبعد فتره بيرجع شادو للمدينه وبيتفاجئ ان سونج فاي والاخرين مش موجودين في المدينه، فبيسأل واحد من اللاعبين على مكان سونج فاي وفرقته. بيتفاجئ اللاعب من ظهور شادو فجاه وبيشاور له بعدها على الاتجاه اللي هم مشوا فيه. بيترجاه بعدها اللي هو ما يأذيش صاحبته واللي هي صديقي رمية السهام، فبيعرف شادو انها نفسها اللي فعلت عين الصقر. بينصحه بعدها شادو انه يبعد عنها ويشوف حد تاني. بيختفي بعدها وبيفكر في الامر، مع اني عارف الاتجاه اللي هم مشوا فيه ولكن ما اعرفش وجهتهم على فين، ولو قعدت اعتمد على البحث فهقعد ايام ادور عليهم والوقت ما يسمحليش اعمل كده. لو اعرف بس في البنت شوي هتعرف مكانه في غمضة عين.
فياما حسن وصدف بتظهر البنت وبتعدي من قدامه، فبينادي عليها شادو وبيعرف ان هو محتاج للمساعده. بيقول لها بعدها ان هو سمع عنها وان يمكنها البحث عن الاهداف على نطاق واسع، ولو عرفت مكان سونج فاي فهكافئك بعصا ذهبيه بسعر رخيص. بتتفاجئ البنت من العصايه الذهبيه وبتساله بعدها هو عارف ازاي ان عندها المهاره ديت. هي ما قالتش لحد خالص، فبيقول لها شادو عرفت من الناس بس ده مش مهم، عايزه العصايه ولا لا؟ بتقوله شو ايوه عاوزاها اكيد بس هتبقى غاليه قوي. بيقول لها شادو ان العصايه بتتباع ب 800 يوم وعشانك انت هيبقى ب 500 بس، معاك تشتري ولا ايه؟ فبتوافق على الشراء وبتتم الصفقه. بنلاقيها وقتها مسحوره من قوه العصايه ومندهش جدا ان معاها هذه العصايه السحريه، فبيضربها على جبهتها وبيفوقها وبيقول لها خلصي لي بقى اللي طلبته منك. وبالفعل بتفعل التعويذه عشان تلاقي الهدف. بتفكر وقتها مع نفسها ومع انها اول مره تقابله ولكنها حاسه بينه بالامان بشكل غريب. بتكلم بعدها شادو هو انت مش خايف اخد العصايه واهرب؟ فبيقول لها شادو وليه تهربي؟ هو انت مش بتكرهي سونج فاي؟ فبتقوله شوي وكمان عارف اني بكرهه؟ هو احنا عارفين بعض في العالم الحقيقي؟ اصلا انا بشبه على صوتك. بيقول لها شادو كمية تخمين وانت هتعرفي. ولكن بتقوله شوي لا يا عم هو انا لسه اخمن مش لازم اعرف ذلك. فبتطير البومه السحريه بتاعتها عشان تعرف مكان سونج فاي. بالفعل بتعرف مكانه في ثواني. بتعرف بعدها شادو على مكان سونج فاي وحداثياته، فبيقول لها شادو انها تضيفه عندها كصديق وتعرفوا كل تحركات سونج فاي وبينطلق على هناك بسرعه. فبتساله شوي لحد امتى انا هراقبه عشان قوتي السحريه لها حد للنفاذ. بيقول لها شادو ما تلاقيش مجرد دقايق وهوصل له. فاول ما بيوصل شادو لمكان سونج فاي بيلاحظ حاجه غريبه جدا في الغابه لسه بيقف عشان يتاكد منها. بتساله وقتها شوي انت وقفت ليه؟ فبيقول لها شادو انها تدور على الشجره وتكون مشابهه للشجره اللي هو واقف قدامها. بتدور بالفعل في المكان وبتعرفوا بعدها ان لقيت شجرتين. بالفعل بعدها شادو رمز المرسوم على الشجره وده بيخلي شو مستغربه وبتساله عن ماهيه الرمز ده. فبيقول لها شادو تفتكري ايه؟ عاوزك تخمني. بيفعل بعدها الرمز وبتتفاعل بقية الرموز وده بيكون مثلث جواه كنز مخفي اللي هو كان بيطلع صندوق كنز زمردي. بيفكر وقتها شادو انا محظوظ قوي اني الاقي كنز في القرية الاساسية، ده انا محظوظ قوي اني الاقي كنز في القرية الاساسية. بيعرفنا بعدها ان الرمز اللي كان على الشجرة بيرمز لنعمة الملوك القدماء والرموز دي موجودة في اي مكان في اراضي الملوك المنسية. بس طبعا مش دي الرموز الوحيدة، يعني اصدقائي الرموز بتختلف من واحدة للتانية. يعني مثلا في رموز بتوديك لوحش زعيم مغارة او حتى رمز بيخرج زعيم شياطين شرير. ولكن حظك في السماء لو ظهر لك صندوق مكافآت زي اللي حصل لشادو. بتقوله وقتها شوي انت رائع حقا، الصندوق الواحد من ده يساوي دلوقتي 1000 يوم يعني ملايين الدولارات. بيفكر شادو عندها حق فعلا، في حياتي السابقة أول ما اللعبة ظهرت كان سعر اليوم الواحد من 1000 ل10000 وطبعا من بعدها سعره زاد بطريقة مخيفة. بتفكر وقتها شوي شادو فعل رموز بطريقة معينة لازم أحفظ طريقته، مين عارف مش يمكن الاقي كنوز زي ما حصل مع شادو. بيظهر بعدها شادو عند الصندوق وبيفتح الصندوق وبيكافئ بحصوله على مهارة لعنة الزهرة المتفتحة ودي مهارة بتتفعل على جثث اللاعبين الميتين. بيظهر وقتها على أجسامهم زهرة ملعونة وكل اللي بتعمله إنها بتمص عمر الجسم اللي عليه النبتة لحد ما تصفر عدد أيامه. بيفكر شادو في هذه المهارة وبيعرف إنها كانت من المهارات الشاذة في حياته السابقة. بيفكر بعدها إزاي هيستفيد من هذه المهارة وكل مرة هيقتل فيها لاعب هيرحص الجثة لحد ما الزهر الملعونة تخلص كل عمره وأيامه. فبياخد نفسه وبيتجه على سونج فاي. جه الأوان يا سونج فاي إن أيامك تنتهي، المرة دي لازم أقتله وأخليه يسجل خروج بره اللعبة وبعدها أتاكل المستوى العاشر بسرعة عشان أستخدم قوتي للعالم الحقيقي وساعتها هقضي على سونج فاي في العالم الحقيقي. بننتقل بعدها لعند سونج فاي وفرقته. بنلاقيهم وقتها بيقتلوا في الوحوش وبيرفعوا مستواهم. بيفكر وقتها سونج فاي المرة دي هربت بعيدة عشان المختز اللي معرفش مكاني وساعتها أقدر أخيرا أطور مستوايا. سرق مني زعيم فدي وقتلني مرتين مفيش مشكلة، المهم إنه خلاص مش عارف مكاني، قريبا بس لما أكون أعلى منه هوريه بجد مين فينا هو الأقوى. بيتعرفوا وقتها بنت في حد سبقهم وبيقتلوا الزعيم. فبيقولها سونج فاي هما أكيد من معجبين جياتشي وجياتشي ده يا صديقي من أعداء سونج فاي، فبيتعصبوا بلاد جدا، هم لد أعدائنا حكم الموت عليهم واجب مهما كان. فبيذهبوا هناك عشان يقتلوهم. بيفتكروا وقتها اللاعبين ان هم جايين عشان يساعدوهم وعلى طول من غير اي سلام بيضربوا واحده بنت بالعصايه في دماغه حرفيا بتعجنه في الارض. بتتفاجئ وقتها بنت من فعلتها وبتقولها انت ليه عملت كده؟ فبتقولها فرق سونج فاي دي نهايه اي معجب لجياتشي. هي مين جياتشي اساسا؟ البنت مش فاهمه وبيتكلموا عن ايه بالظبط. بيترموا وقتها سمين في دماغها وبيكسروا جمجمتها وبيقتلوها فورا. ويا ريتها جت على كده وبس، بيهاجموا بعدها على باقي اللاعبين وبيقتلوا فيهم حرفيا بيقتلوا اي حد بيقف في طريقهم وده تحت اسم المجد. وكل ده بيحصل عشان سونج فاي. المخادع سونج فاي صديقي لعبها صح عليهم
وطبعا سونج فا عمال يشكرهم على اللي بيعملوه، وبيكمل في القصه اللي اخترعها عن جياتشي واللي هي صديقي اساسا شخصيه وهميه. بيفهموا وقتها ان هم كانوا عاملين له كمين وناويين يقتلوه. البنات حرفيا بيصدقوا اي كلمه بيقولها وشغالين تمجيد فيه. وهنا بيحضر العظمه مختل الظل الاسطوري شادو، بيذهب على طول عند سونج فا وبيهمس له زي المره السابقه: جه وقت موتك الملعون. وفي لحظتها بيخلع رقبته من جسمه تاني. البنات مصدومين من اللي هم شايفينه. تفتكر حتى شادو هيسيب جثته؟ طبعا لا يا صديقي. بيفعل بعدها مرة لعنة الزهور المتفتحة. بتظهر بعدها زهرة حمراء ضخمة على جثة سونج فاي. بتتراقب وقتها البنات من اللي هما شايفينه. البنات مش عارفين هو ايه اللي بيحصل قدامهم بالظبط. بيرجع تاني سونج فاي لمكان البعث، واللي بيكون حرفيا متعصب جدا من افعال شادو، ومش عارف هو ليه مختل الظل حاطه في دماغه ومش سايبه حتى في حاله. ما هو انا بيعمل كده عشان البنات الكتير اللي معايا ولا عشان انا اجمل منه؟ الواد سونج فاي محتار جدا ومش عارف هو ليه بيقتله باستمرار، واللي هو بالذات. بيعرفوا بعدها النظام ان عمره عمال يقل بسرعه، وده بيفاجئ سونج فاي. ولكن بيفكر بعدها النقص اللي بيحصل بسبب موته المتكرر. بيتم وقتها بعث البنت اللي كانت معاه. بتعرف البنت ان شادو فعل مهاره غريبه وداخلها الزهره فوق جثه سونج فاي عماله شغاله في مص حياته. بيفهم بعدها سونج فاي ليه عدد عمر بيستمر في النقص، فبيقرر يسجل الخروج بسرعه قبل ما عدد عمره يوصل للصفر. بيأمر بعدها كل البنات ان هم يسجلوا خروجهم ايضا، لانه يخرج يشتري شويه عمر وبعدها يرجع تاني لعالم اللعبه عشان يشتري بيهم معدات جديده، وساعتها يقدروا يقتلوا مختال الظل. بيفكر وقتها سونج فاي وهو بيسجل خروجه: قعدت سنتين ونص عشان اوصل بصعوبه لهذا المستوى، ما يجيش مختال مجنون يضيع كل اللي عملته. استناني بس يا شادو، هدفعك التمن اكيد. ونرجع لعند شادو. بنلاقي وقتها مفعل المهارة على كل البنات وامتص من معظمهم عدد عمرهم، وده رفع قوة المهارة للمستوى الرابع. بيفكر وقتها شادو باين كده انهم قتلوا الكثير من الوحوش عشان يمتلك كل هذه الايام. بما ان المهارات وقفت يبقى اكيد سونج فا وبناته سجلوا خروجهم. وبالنسبه لبنتنا شوي واللي شافت كل حاجه عن طريق البومه السحريه وحرفيا مرعبه جدا ومندهشه من قوه شادو، هي دي فعلا قوه الاول على قائمه التصنيف؟ يا لها من قوه مرعبه. بيسأل وقتها شادو لو كان سونج فا سجل خروجه، فبتجيبه شو وبتعرف ان هو وبناته سجلوا خروجهم بالفعل. فبيعرفها شادو انها تبلغه على طول لما يرجعوا للعبه. بتقوله شوي ماشي اكيد هعرفك، انا خلاص خلصت كل اللي انت عايزه. بيتغادر البنت ولكن بيوقفها شادو: استنى عندك، انا معايا دلوقتي مهارة سيف الحكم المقدس من الرتبة الذهبية، انت مش كان نفسك فيها؟ وده بيحمس شوي: انا عايزاها على حر من الجمر. فبيقولها شادو: لو كان كده فاستنيني في المدينة. بيرجع شادو للمدينة وبيعرف شو ان كتاب المهارة بيتباع ب 500 يوم، بس انت لو وعدتني تعملي لي حاجة هبيعهولك بنص التمن. بتخاف البنت من كلامه: طلب ايه بالظبط؟ اوعى كل اللي في بالي. بيقولها شادو: بس يا حمارة هو انت فاكرين ايه بالظبط؟ انا بس عايزك تنضمي الفريق، هو ده الوعد اللي انا عايزه منك. بتقوله شوي ماشي انا موافقة، بس لو رميتني في فريق ضعيف مش هتسمع مني اي كلمة طيبة. بيقولها شادو: ما تقلقيش اكيد هتحب الفريق، خليني بس ارن عليهم واعرفهم. وتعالوا بينا لعند فريق وانج. بيقتل وقتها احد الوحوش السامة، فبعد ما بيهزمه بيطلب من البنت الشاوي انها تعالجه بسرعة. فبيقول للشاوي انها تعالجه بسرعة، السم حرفيا منتشر في كل جسمه ما عادش قادر يستحمل. فبتقول الشاوي: لحظة واحدة بس هعالجك بسرعة وكفاءة. ولكن لما بتفعل المهارة بتفعلها على الشجرة بالغلط. يا غبية. بتتأسف وقتها على اللي هي عملته: اسفة ما كنتش اقصد. بيدفع منها وانج مينج التمن وبيموت. بننتقل بعدها للمدينة. بيتم وقتها بعث فريق وانج من تاني. بنلاقي وقتها وانج مينج متعصب جدا من فعلتها، فبيقرر ان هو لازم يجيب معالجة تانية بدلها فورا، والا حرفيا يا صديقي هتجيب اجلهم. بس منين هنجيب معالج بمهنة خفية زيها؟ كل المعالجين الاقوياء دلوقتي انضموا للفرقة التانية خلاص. بتفكر وقتها شياو يو: اللعبة دي مش صعبة خالص، ده انا وصلت للمستوى الرابع بسهولة قوي، ولو فضلت ماشية على كده فاكيد هوصل للاخ سونج فاي. ولكن في لحظتها بيكلمه شادو وبيعرفوا ان في بنت معاه بمهنة خفية، وهي كاهنة الطائر الابيض شوي، قوتها كويسة وهتنفعكم. هو انت محتاجة في فريقك؟ بينديش وانج ان ده جه في وقته. وبيكلم بعدها شادو: ما دام انت قلت انها قويه فكده هقبلها في الفريق. بيقوله شادو: كويس جدا، هي موجوده دلوقتي في مدينه اليراع، بالاضافه ان الوحوش هنا ضعيفه، فتعال المدينه واضربوا مع بعض بالمره. بيوافق الاخ وانج وبيقوله: تمام انا جاي حالا، ولكن في مشكله واحده بس، ازاي همشي البنت شاو يو؟ فبيقول لها وانج مينج المدينه كبيره جدا وهنغير مكان التدريب في مكان تاني على المستوى، وللاسف مش هتيجي معانا لان مستواك ضعيف جدا وهيبقى خطر عليكي. ولسه تحاول تقنعه ان هو هيرفقها بيفرسع عمنا وانج مع فاروق قبل ما تقول اي كلمه، وده بيعصب بنتنا شياو يو. ما كانش لازم يعني الادب والاحترام ده، مش عاوزني اقولها على طول. على اي حال كنت عاوز اسيب الفريق، خلينا ادور على مختلف ذل وانضم لي احسن منكم. بننتقل بعدها لمدينة اليراع. بيوصل وقتها وانج وفريقه لمكان شادو،
بيدفع له بعدها وانج 800 يوم حساب المعدات اللي هو اشتراها منه، وبيعرفوا بعدها ان لسه عليه 500 يوم، بس القاعده هي اللي هتيجي هتدفعهم لك. بيفكر شادو قائده هو اكيد قصده على القاعده انيو. بيرد بعدها على وانج وبيقول له مفيش مشكله، اتعرفوا على بعض الاول. بتظهر فجاه واحده وبتقطع كلامهم، واللي بيكون مكتوب فوقها منفذه العداله. بيعرف شادو وقتها ان ديت فعلا انيو، واسمها في اللعبه منفذه العداله، ودي مهنه خفيه فريده من فئه فارس التنين، ودي كانت من اقوى 20 لاعب على مستوى العالم في حياتي السابقه. ده غير انها كانت واحده من الاعمال الاساسيه للمسؤولين في دازيا، وتعتبر كابوس مرعب للقوى الاجنبيه المهديه. بيسلم عليها انيو وبتعرف عن نفسها، وبتقول له وقتها انها مش قد المعجبين بيه. بيفكر وقتها شادو ان ديت اول مره يقابلها، وده لانها كانت لعيبه قويه في لعبه الملوك المنسيه في حياته السابقه، بالاضافه انها كانت اعلى منه في الترتيب. بتساله وقتها القائده ازاي تطور بهذه السرعه الكبيره في اللعبه. بتخمن بعدها بهزار ان هو سافر عبر الزمن او اتولد من جديد، بس ده مجرد تخمين، مجرد تخمين. بتعطيه بعدها 500 يوم المستحقه لشادو. بيفكر شادو في الامر، وبيستغرب انها انضمت لفريق وانج مانج، لانها في حياته السابقه ما انضمتش ابدا لفريق وانج مانج. ده غير كان باين عليها انها اشترت كميه كبيره من العمر نيابه عن مسؤولين مدينه جانج هاي، وهم عندهم حق فعلا. واحده بقوه بقاء عاليه جدا ومن فئه فارس التنين، اكيد هيطمنوا لما يسيبوها تتحكم في اعمارهم. بيتسالوا بعدها القياده عن نوع العناصر اللي معاه، بالاضافه ان هو لو ناوي يبيعها فهي هتشتريها كلها، وبتعرفوا ان اعمار مسؤولين مدينه جانج هاي في ايديها، فانت عندك فرصه تقتلني. فبيرد عليها شادو القضاء عليكي مش هيكون مكسب ليا، فخلينا متعاونين عشان كلنا نكسب. وفعلا بيتعيد كلامه. بيفكر وقتها شادو وعارف كويس انها ذكيه، وكل كلمه بتقولها هي اختبار ليه، وفي حياتي السابقه سمعت كلام عنها. من بره تبان غلبانه وطيبه، ولكن من جواها فهي ذكيه جدا بطريقه مخيفه وقويه جدا كمان، ولو كونت معاها علاقه فهتكون الوسيط بيني وبين المسؤولين في دازيا. وفي العام الواقعي البات وقتها متفجأة من الإعلان الرسمي اللي نزلته الحكومة، وده لأنهم أعطوا كل أعمارهم الافتراضية لسونج فاي. ده غير إنهم قتلوا الكثير من اللاعبين، وده صنفهم على إنهم قاتلين، وكل ما يموت حد فيهم فيخسر أغلبية العمر الافتراضي. وبالنسبة لبنتها الهضبة واللي كانت الساحرة المدرعة في المقدمة، ففاضل لها بس يوم واحد وتموت، ولكنها بتقول لهم ده مستحيل، أكيد ده مش حقيقي. بتشوف بعدها إعلان سونج فاي واللي بيكون بيشتري العمر الافتراضي قبل التداول، وده بيخليها تفكر تذهب لعنده عشان يساعدها. وبتلبس بعدها الإصدار الجديد من ملابس سونج فاي وبترجع هناك بسرعة. بينتقل بعدها للشاو يو واللي بترجع وقتها للواقع. البنت وقتها مندهشة ومش عارفة تميز بين الواقع واللعبة، وبتلاقي بعدها على الهاتف ان هم عارضين 15000 جنيه على اليوم واحد من العمر الافتراضي، يعني دلوقتي لو بعت 200 يوم فده هيخليها مليونيرة. بتشوف بعدها خبر بيصدمها، وبتتفاجئ ان شادو كان بيحاول يقتل سونج فاي اكتر من مرة. بتعاتي البنت وقتها لان عرفت من حد ان لو حياته وصل لاستير في داخل اللعبة فهيموت في الواقع، ولانه مات اكتر من مرة فاكيد مش فاضله كتير. ولكنها مش فاهمة ليه شادو كان بيحاول يقتله، وعرفت من شات ان هو قتله رغم يحصره بعشرات اللاعبين، بس هو ليه بهذه القوة. بتكلم وقتها بنتها الهضبة في المجموعة، وبتعرفوا ان سونج فاي محتاج للاعمال المتداولة، وهو دلوقتي موجود في ساحة دان شيانج وبيشتري ب 10000 يوان لكل يوم. بتلبس البنت الشاو وبتيجي على هناك بسرعة. وقتها في اللعبة شادو بيقطع في الوحوش البحرية، وبيهنيه بعدها النظام على وصول للمستوى العاشر أخيرا، ودلوقتي يمكنه إخراج قوته للعالم الواقعي. بيعلن بعدها النظام للعالم عن ارتقاء شادو. الكل وقتها بيشوف الخبر والمصدومين من مدى قوته. بيطور وقتها شادو الطعنة الخلفية للمستوى البلاتيني. بيشوف بعد العمر الافتراضي اللي معاه وبيلاقي إن هما 7000 يوم، وده مش كافي إن هو يخرج كل قوته للواقع. ده غير ان هو لو قاضي المغادرة من المدينة الأساسية فاحتاج ل7 لاعبين يوصلوا للمستوى العاشر، وأقصى مستوى حاليا هو السابع، لذا هيضطر يستنى، فبيقرر العودة للواقع. بيستيقظ تشين وبيسأله النظام لو كان راغب في استخراج اي قوة، وبالفعل بيخرج مهنته، وبعدها بيستخرج مستواه لحد المستوى التاني فقط. وتلاقي بيشوف المهارات اللي هو يقدر يخرجها، وبيعرفنا ان كل ما كانت المهارة على تصنيفا يرتفع مع العمر اللي بيستهلكه، ولكن ما كانش متوقع ان ده ينطبق على المستوى الاصلي للمهارة فقط، وليس مستوى بعد ما اتطورت في اللعبة. يعني قصدي لو كان حصل على المهارة مثلا في مستوى سي وهو بعدها طورها لمستوى اس، فهيتم حساب المهارة على انها في المستوى الاصلي ولو المستوى سي وليس اس. المهم بيلاقي مهارة الظل فبيخرجها. بيفضل معاه لسه 1200 يوم، فبيخرج مهارة السهم السام، وده رفع قوته بصورة كبيرة. وده غير ان هو يمكنه التخفي اللي ما لا نهاية، وسهام السم دي اخر الجمدان، ودلوقتي بقى جاهز عشان يقضي على سونج فاي. بيقلب بعدها في الهاتف وبيعرف ان هو بيشتري الاعمار في ساحة دان شيانج. بيكلمه وقتها المشرف اللي في الشركة اللي كان هو شغال فيها، وبيقول له بعصبية تشين فينج انت مجنون، مش بترد على مكالماتي اللي لسه حاطط عينها عليك، ودي فرصتك، ومع ذلك ترفض التعاون، كلمني فورا اللي هتندم. ولكن شين بيعمل له حظر بين الهاتف، وبيفعل بعدها تخفي وهو بيقول قريبا الكل هيعرف حقيقة اللعبة.
ونروح بقى على ساحة دان شيانج. الجماهير وقتها صديقي مغطى المكان، وبالاخص البنات بيشجعوا حفاة سونج فاي بكل حرارة. بيتكلم وقتها البنت ليه سونج فاي: اخي سمعت ان شادو قتلك اكتر من مرة، بس ما تقلقش انا بعت حد عشان يعرف هويته في العالم الواقعي. بيقولها سونج: وعرفت ايه دلوقتي؟ بتقوله انها بعتت حد لمدينة يينج عشان يقرب منه ويقدم له عرض مش هيقدر يرفضه، ولما ياخد المال هنعرف هويته وبعدها يمسكه وتراكنه هو درس اللي ينساه ابدا. فبيرد على سونج فاي وبيعرف ان هو سمع ان شركتها بتستعمل الطريقه دي للسيطره على بعض اللاعبين وتحويلهم لعبيد. بتضحك البنت وبتقول له: قصدك على اغبياء دم؟ لا فايده منهم، حتى انهم مش قادرين يجمعوا عمر اضافي، ولكن اعتقد ان جماعه الاخ سونج فاي افضل بكتير، فالبنات مستعدين انهم يعطوك كل اعمارهم وحتى الموت عشانك. بيظهر فجأة شخص بيحاول يوعي الناس وبيحذرهم من الفرط في بيع أعمارهم وإلا هيموتوا. وبيكلم بعدها سونج: وأنت يا سونج أنت عارف كويس إنها مسألة حق وموت، ومع ذلك بتلعب في علم عشان يبيعوا الأعمار، هبلغ عنك الحكومة فورا. ولكن سونج كان متوقع إن في حد هيحاول يثير المشاكل، فبياخد المايك وبيقول للجمهور إنه لاحظ بعض الجدل بينهم وقد إيه هو بيشعر بالأسف عشان بياخد أعمارهم، وبيعتذر على ذلك وبيشكرهم في النهاية على دعمهم ومحبتهم وبينصحهم إنهم يحاولوا يحموا نفسهم، بينما الأمم متأثرة باللعبة اللعينة. فأنا أتعاون بكل ما أملك مع السلطات وبحط كل جهدي في اللعبة، ومع شوية دماء أصديق وكلام مؤثر بيقلب رأي العام على الشخص اللي كان بيحاول يوعيهم. سونج فاي ده دماغه متكلفة. بتظهر بعدها البنت الهضبة وبتقول لهم بكل ثقة: ازاي تجرؤوا على التشكيك في اخونا؟ ازاي العمر داخل اللعبة يأثر علينا في الواقع؟ انا مثلا فاضل لي اقل من يوم ولكني بخير قدامكم. الكل وقتها متأثر وبيشجعوا سونج فاي. سونج وقتها بيكلم الهضبة وبيعرفها قد ايه هو متأثر بكلامها وبيشكرها على ذلك، ولكن مفاجأة بندفع هجوم لعنده بسرعة خاطفة مخترق دماغه. الكل وقتها اصدقائي مهزوم من اللي حصل لسونج فاي. بيطلع البنت ليه بسرعة وهي بتفكر، واللي بتكون مصدوم من اختفاء كرة الخبرة اللي ظهرت على سونج فاي، وده بيعرف ان اكيد دي مهارات اللعبة، بس مين اللي قادر يعمل كده بالظبط؟ ولسه بتعرف هوية القاتل بيقوم مخترق دماغها هي التانية. وطبعا انتشر خبر وفاة سونج فاي والمعجبين اللي تبرعوا بأعمارهم، وقالت الشرطة إن وفاة سونج فاي كان سبب خارق للطبيعة. شياوي وقتها بتشاهد الخبر وهي مصدومة ومش مصدقة إن سونج فاي مات. بتقول لها زميلتها: القوة دي أكيد من اللعبة، معقول في حد اغتال سونج فاي؟ سمعت إن الزيل قتلوا أكتر من مرة في اللعبة، ولكن ده مستحيل في الواقع. بتفكر شياوي في كلام زميلتها وبتلاقي إن كلام منطقي، القاتل الوحيد هو الزل، وده حرفيا غير حياتها من النور إلى الظلام، ودلوقتي هدفها الوحيد هو القضاء على شادو. في الوقت ده عمنا تشين قاعد بياكل ولا شغل دماغه. بتوصل له وقتها رساله من زميلته في الشغل وبتعرفوا ان مشرف الشغل متعصب جدا عشان حصل رقمه ولو ما جاش فهينطرد. بيشوف بطل الرساله وبيفكر في الامر، وبيعرفنا ان زميلته يانج شخصيتها كويسه ولكنها ضعيفه وبيتم التنمر عليها وكانت فرد في نقابته من حياته السابقه. بيرد عليها وبيقول لها: لا تهتمي، الافضل انك تسيبي انت كمان العمل وتنضمي للعبه ونرتقي سوا. بتتفاجئ البنت: هو انت كمان خشيت اللعبه؟ سمعت انها صعبه جدا والكتير فات عمره. بيقول لها تشين: ايا كانت مهنتك حط كل النقاط في رشاقه في البدايه. بتقول له: ماشي، بس انا سمعت العمر غالي من دول، انت كده ربحت منه الكثير. بيقول لها تشين: مش كتير وصرفتهم تقريبا بالفعل. فبتقول البنت: اكيد اشتريت بيهم سياره ومنزل عشان كده عملت المشرف حظر. بيفكر تشين: قصدك على المشرف التخين؟ هو حد قذر حقا. المشكله الحقيقيه هي رئيسته شي بنت الرئيس التنفيذي لمجموعه شيان، والشركه اللي عملت فيها في السابق كانت تحت ملكيتهم، والبنت دي بقى كل همها واختيار الرجال، ودلوقتي انا هدفها. ولكن اكتر ناس بتحبهم هم الاجانب، عشان كده لما ظهرت اللعبه ذهبت لامريكا عشان تأسس جمعيه أليس، وكان هدفها هو اسقاط دشة في حياتها السابقه، وحتى سببت لي الكثير من المشاكل في نقابتي الخاصه، ولهذا قررت التخلص منها قبل ما تغادر داشيا وتكون الجمعيه. بترن وقتها شاويو على تشين فبيرد على المكالمه، وهنا بتكلمه بكل عصبيه: دلوقتي انت عارف ازاي ترد؟ فكرتك مت في اللعبه. على اي حال كنت عايز اعرفك اني اشتريت منزل واوعى تزعجني تاني في المستقبل. فبيقول لها تشين ماشي وبيقفل الخط. بيقرر بعدها يرجع للعبه عشان يرفع مستواه. وفي اليوم التاني بترجع شاوي وزميلتها للعبه، وبتنصح وقتها شاوي انها تكلم تشين وتعتذر منه، ولكنها رافضه الاعتذار وبتعرف انها بعت العمر لمجموعه شيان واشترت منزل، ده غير انها ناويه تعرف على شادو. فايه الفايده من تشين؟ بينادي وقتها عليها فتوى وبيديها كتاب مره خاص بالقاتل اللي هي عايزاه، وبيفكرها وقتها انها ما تنساش وعدها. فبتقول له: عارفه هلبي رغبتك لما انتهي. ولكن في بالها مستنيه بس تعرف على شادو وبعدها تكرفه. وبيتكلم بعدها وانج عشان يعرف شادو ان معاها كتاب مهاره للقاتل. بتفكر بعدها في اللي هتعمله لما تقرب من شادو، وفي البدايه هتساعده في التعافي والارتقاء في المستوى لحد ما يشعر بالاهتمام ويثق فيها، او حتى تكون شريكه حياته، ولما تكون قويه كفايه هتنقض عليه وتقتله. ولكن في وقتها بيعرف وانج ان هو لا يحتاج لهذه المهاره، ليه يحتفظ بيها او بيعيها، وده اصدقائي حرفيا بيحطم كل احلامها.
وتعالوا نرجع لورا شوية قبل كام ساعة. وقتها كان شادو بيتمشى في المكان، بيسمع وقتها صوت قتال، بيذهب لهناك وبيلاقي فريق بيقتل الزعيم واللي بيكونوا عاجزين قدامه، فبيهجم عليهم الزعيم وبيقتل الفريق. بيفكر وقتها شادو وبيعرفنا ان ده الزعيم في المستوى الثامن، وحش المفاصل الذهبية، ده غير ان عنده مهارة كشف التخفي في المستوى الثاني. بعبارة تانية لما يواجه حد عنده مهارة التخفي فهي عديمة الفائدة تماما. ولكن مع ذلك بيندفع اللي عنده وبيهجم بسرعه كبيره على الزعيم باضرار ساحقه، واللي كان بيهجم وقتها خارج مجال رؤيته، مع انه المفروض يكون التخفي بلا فايده وساعتها ضرره هيقل جامد. ولكن مع مرض ضرر الحاكم اللي حصل عليه في السابق قدر يضعف الضرر على الراس والقلب، حرفيا مهاره اسطوريه. وعشان كده بيفكر يشكر شين على مساعدته، واللي هي انا قصدي البرقوق الاسود. بنلاقي وقتها الساحره بتراقب شادو وهي مندهشه من قوته الكبيره. بيهجم شادو وقتها بسهم السم، ولكنها مش بتكون فعاله كاسنه عشان مستواها لسه ضعيف. بيستعد وقتها الزعيم للهجوم على شادو وقتها بيفكر في الامر ومش واخد باله، فبتحذر البنت ان هو ينتبه بسرعه. بيهجم وقتها الزعيم بسرعه خاطفه، ولكن مفاجاه قصدي ان شادو كان بيتفادى كل هجماته بسرعه كبيره ورد فعل خارق. البنت وقتها مندهشه من صوته الكبير وردة فعله السريعه، وكانه قاتل الزعيم لالاف المرات. ونرجع لشادو، بيعرفنا وقتها شادو ان في حياته السابقه عرف وقتها ان الهجوم مش الحل المثالي، لذا كان بيتمرن على المراوغه في حياته السابقه. بيندفع بعدها على الزعيم وبيتعامل بسرعه كبيره، وده بينقص صحته بصوره كبيره، وده بيخلي الزعيم خايف وبيحاول الهرب. ولكن بيهجم شادو بسرعه خاطفه وبيقتله. بيفعل بعدها يد الجيش على المكافآت، وده بيضاعفها لاربع اضعاف. ده غير ان هو بيكسب كتاب مهاره بلاتيني درع الضوء الاسود، وده بيحول معدل تفادي الهدف الى درع محصل ل 8 ثواني. بيتفاجئ وقتها شادو من قوه المهاره، ودلوقتي عنده فرصه ب 70% للتفادي وثلاث طبقات حمايه، ومع اتقانها هيقدر يهزم اغلبيه الزعماء من غير ما حد يتلقى اي ضرر. فبيطور المهاره للمستوى الملحمي، وده رفع طبقات الدرع ل7 طبقات. بيلاقي وقتها ان هو لسه معاه 22 نقطه، فبيركز سهم السم للمستوى الزمردي. بيلبس بعدها المعدات اللي حصل عليها وهي خاتم الخفه والقفازات الجلديه، وده بيرفع قوته بصوره كبيره. بتظهر بعدها الساحره والفريق وبتصله بدهشه ازاي هزمه منفردا، ولكن بيطنش كلامها وبيعرف ان معاه مهاره ذهبيه والسعر هو 800 يوم. فبتقول البنت الأزعة 800 يوم ده غالي جدا على كتاب ذهبي في المستوى الخامس، فبيعرف شادو ان ده كتاب ذهبي في المستوى السابع بيرفع الضرر الجديد ل 40%، فبتوافق الساحرة وبتشتريه. بيتم شادو الصفقة وبيغادر. بيقرر بعدها يرجع المدينة وينشر عليه هناك لأي حد عنده معلومات عن موقع الوحوش الفدية والذهبية، لأن ده هيساعده ان هو يتطور بسرعة. وهنا بقى كلمه الأخ وانج وعرفوا ان الشاو يو عايز تديله مهارة نادرة. بيسمع اسمها من هنا وبيرفض عرضها على طول، لأنه عارف كويس ان أكيد في غاية من ده، يا إما إعجاب شادو أو الانتقام لسونج فاي. فبيقول الاخ وانج تمام. بيسأله بعدها الاخ وانج لو كان هو اللي قتل سونج فاي. بيرد عليه شادو بدون اي تردد ان هو اللي قتله، لانه عارف كويس ان شادو ما كانش في اللعبه في الوقت اللي مات فيه سونج فاي. الاخ وانج وقتها متفاجئ ومش عارف يرد يقول ايه، فبيسأله وقتها شادو لماذا انت عايز تقبض عليا. بيفكر بعدها شادو وبيعرفنا ان في غضون كام ساعه اللاعبين هيوصلوا للمستوى العاشر، وموضوع استخراج المهارات هيتكشف قريبا. وعشان كده صديقي بيقرر يختبر السلطات ويشوف رد فعلهم على ده. فيا ترى اصدقائي ايه رد فعل وانج من كلام شادو؟ كل ده واكتر اصدقائي هنعرف في الاجزاء القادمه، فعايزك اصدقائي تفجر زر الاشتراك واللايك بالحب، واهم حاجه هو الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وشكرا على المشاهده وفي رعايه الله.